بيبدا الانمي بتاعنا بشاب بيحرق جثه ابوه، والكل بيكون في غايه الحزن، وبينادي على اخواته عشان يودعوا ابوهم، وبيقول لهم من النهارده انا رئيس القريه دي، وتعالى يا صديقي نعرف اللي حصل بالظبط. نرجع فلاش باك للماضي. بيكون قدامنا موظف غلبان تعبان كحيان بيشتغل طول النهار ويروح يلعب بلاي ستيشن طول الليل، ولكن فجاه وهو رايح الشغل بيقع على الارض نتيجه ذبحه صدريه. بيبقى صعبان عليا والله، عاش طول حياته كعبد ومات برضه كعبد. بيغمض عينه ويفتحها ويلاقي نفسه في عالم تاني، وبتكون في واحده جميله في وشه. بيقول ايه ده، انا فين بالظبط، ودوني المستشفى ولا ايه؟ وبعدين هم الممرضات هنا حلوين كده ازاي؟ بس فجاه بيلاقي كلب بيطير فوقه. هو ايه اللي بيحصل؟ بتدخل الخادمه وبتقول لها انا جهزت الاكل، وبيكون معاها طبق، فبيشوف صاحبنا صورته وبيتصدم لما بيلاقي نفسه طفل صغير، وبنعرف ان اسمه في العالم ده هو ارس. بيكبر صاحبنا وبيبقى عنده 3 سنين، وبيكتشف ان العالم ده مليء بالسحر، وبنعرف انه اتولد في عيله نبيله كابن حاكم المدينه، وبيكون عايش في قلعه وعندهم خدم وطباخين وكل حاجه انت نفسك فيها يا صديقي. بينزل عند الجنود عشان يشوفهم وهما بيتدربوا، وبيكون عنده قوه غريبه، وهو انه بيقدر يقيم الشخص اللي قدامه بمجرد ما يبص عليه. بيكون في جندي بيتدرب بس عمال كل شويه يتضرب، بيستخدم قوته وبيقيم قدراته، وبيعرف ان عنده قدره في الرمايه. بيعرض عليه يستخدمها فبيرفض، وبيقول له مش انا اللي استخبى من عدوي، انا لازم اقتل عدوي في وشه. بيقول له ارس بس انا عايزك تستخدمها، فبيقول له القائد طالما امرك يبقى لازم تنفذ. بيجرب اول رميه فبيجيبها في نص الهدف، بيقولوا له اكيد ده مجرد حظ. جرب تاني كده، فبيجرب كذا مره وبيجيبهم كلهم في نص الهدف، فبيقول لهم كده تمام قوي، انا مولود اصلا كقناصه. بيسالوه عرف ازاي، فبيقول لهم مجرد تخمين مش اكتر، وبيكون عايز يقول لهم الحقيقه بس خايف انهم ما يصدقوش. بيبقى قادر يستخدم القدره دي على اي حد الا نفسه. بيرجع بالليل عشان يتعشى، بس قبل ما ياكل ابوه بيسد نفسه، وبنعرف ان ابوه اسمه ريفن، وده يبقى حاكم القريه، وبتكون قدراته بتفوق كل اللي حواليه لدرجه انه ممكن يهزم 10 رجاله لوحده. بيساله انت اكتشفت مهاره الجندي دي ازاي؟ بس ارس بيبقى مش عارف يرد عليه ويقول له ايه، فبيقول لابوه مهما كانت المهاره اللي عندك فلازم تنميها، ويلا كل اكلك وادخل ذاكر. بس صاحبنا ما بيذاكرش ولا حاجه، هو بيقعد يفكر في اللي مستنيهم. وبنعرف ان حكام الامبراطوريه اشخاص فاسدين، وكل شويه تقوم ثورات ضدهم من الفلاحين، ولو ما رعوش مصالحهم فده هيتسبب في تدمير الامبراطوريه، ووقتها هيضطر انه يطلع يحارب بنفسه عشان الناس اللي في قريته وثقوا فيه وحبوه، وهو مش لازم يخذلهم ابدا. بيطلع بعد كده يتمشى في السوق، وبيبدا يقيم قدرات كل اللي حواليه، لكنه بيتعب من كتر استخدام القدره دي، وبيقعد في جنب يعيط. بس فجاه بيلاقي واحده بتطرد واحد من بيتها، وده بيبقى شخص من العبيد. بيصعب على ارس فبيروح ويديله اكل، بيشكره الشخص ده، لكن قبل ما يكمل كلامه بيستخدم ارس قوته وبيقدر يقيم قدراته، وبتكون قدرته في القياده عاليه جدا تقارب قوه ملك الشياطين. يوم الشخص ده بعد كده يمشي، لكن ارس ما بيسيبوش، وبيروح وراه وبيعرض عليه انه يبقى التابع الخاص بيه. بيقول له يلا يا حبيبي روح العب بعيد. بيقول له انا ابقى ابن حاكم المدينه، وده شعار عيلتنا، وانا حسيت بقوتك. بيقول له انت تعرفني منين؟ ده حتى انا لسه مقابلك، وبعدين انا هسبب لك المشاكل عشان انا من العبيد. بيقول له مش مهم انا عرفت منين، ومالكش دعوه انا هعرف اتصرف في الموضوع ده. فبيقول له لا، وبيسيبه وبيمشي. بيسمع ارس صوت بطنه، فبيقول له لو انت لسه جعان فاحنا عندنا طباخ مفيش زيه في المدينه. فبيقول له خلصانه لو فيها اكل انا جاي معاك، بس اهم حاجه مش هنطلع طوب ورمل. بياخده للبيت وبيقعدوا عشان ياكلوا، بس الخدم بيقدموا له فاصوليا. بيقول في نفسه هي الاكله دي ورايا ورايا، وبيكون كل الخدم مش طايقينه. بيقولوا له كل اللي قدامك وقوم امشي، بس ارس ما بيعجبوش الوضع ده، وبينقل اكله قدامه وبيقعد ياكل معاه. وبيسالوا ارس ايه اللي جابك القريه دي؟ فبيعرفوا انه كان شغال في فرقه مرتزقه، لكن كل اصحابه ماتوا من وقتها وهو في الشارع. فبيسالوا ارس ليه ما انضمش لفرقه تانية، فبيقول له ان مفيش حد هيوظف شخص زيه ومالوش اي انجازات حتى في العالم ده، عايزين سي في. فبيقول له ما تقلقش انا هوظفك. وبياخده بعد كده وبيروح يعرف ابوه ان ده هيبقى التابع بتاعه. فبيقول له يعني ده طلبك؟ فبيقول له ايوه. بيقول له طلبك ده مرفوض، يلا بقى مشيه من هنا. فبيقول له انه عنده قوه جباره هتفيدنا لو دخلنا في اي حرب. فبيقول له ابوه عمر العبيد ما كان عندهم اي قوه. بيقول له ارس بص انا ما اعرفش كتير عن العبيد، لكن اللي اعرفه ان الشخص ده واللي بيكون اسمه رين يا صديقي عنده قوه بتميزه عن كل اللي حواليه، ولو بتشكك في كلامي فاختبره بنفسك. فبيقول له ايه اللي يخليك متاكد من كلامك كده؟ فبيقول له مش عارف بس في حاجه جوايا بتقول ان هو موهوب. فبيقول له خلصانه انا هختبره، ولو اثبت موهبته هوظفه كجندي عندي، والاختبار هيكون بسيط جدا هيواجهني انا شخصيا. بيتصدم ارس من كلامه، وبيقول له ان هو مجرد شخص عنده 14 سنه، وانت مهاراتك في القتال عاليه جدا، وكده القتال مش هيبقى عادل. فبيقول له خلاص لو قدر يسدد عليا ضربه واحده يبقى كده فاز. بينزلوا ساحه المعركه وبيبداوا يجهزوا، وبيقول له هتفوز لو قدرت توجه لي ضربه واحده قبل ما الوقت يخلص. وبيبدا الهجوم على طول. بيبقى ريفن مهاراته عاليه جدا، ومن اول هجمه بيطيره من مكانه، وبيديله ضربه في كتفه وبيطيره لورا ويوقعه على الارض. وبيفتكر كلام ارس ليه، وبيقول في نفسه لازم افوز عشان ارس اداني ثقته. وبيبدا الهجوم وبيتزحلق على الارض وبيروح يهجم عليه من ورا، بس ريفن بيقدر يصد الهجمه، وبيكون الوقت خلاص فات. لكن انت فاكر انه خسر يا صديقي؟ لا والله، بيكون قدر انه يوجه له ضربه ويقطع له خصله من شعره قبل ما الوقت يخلص. جامد يا ابني والله. وبيقبل ريفن انه يوظفه، وبيقول لارس قدرتك على استكشاف الناس دي قوه استثنائيه مفيش حد عنده زيها، وكنت قلقان ان ما يبقاش عندك قوه اسطوريه، بس كده انا اطمنت عليك ومتاكد انك هتبقى قائد عظيم في يوم من الايام. بيطلع
بيطلع رين وبيغير هدومه وبيشكر ارس على اللي هو عمله معاه وبيوعده انه هيقضي بقى حياته في سداد ذلك الدين. وبكده يبقى انضم اول واحد لفريق صاحبنا ارس. بيبدا رين يتعلم القتال والقراءه ويزود من مهاراته وكل السكان بيرحبوا بيه لما يعرفوا انه شغال لصالح ارس، حتى الخدامات مش سايبينه في حاله وبيبقوا معجبين بيه. ومش كده وبس، ده بيبدا يعلم ارس عن تاريخ الممالك وبيعرفوا ان الامبراطور صحته اتدهورت جدا واللي مسك الحكم ابنه الصغير اللي عنده 8 سنين، وده هيبقى امبراطور بالاسم مش اكتر، لكن اتباعه هم اللي بيسيطروا عليه وده مسبب غضب كل السكان. عشان كده اضطر الحكام انهم يستقلوا عن الامبراطوريه ودي تعتبر اصغر المشاكل. بيقول ارس هي دلوقتي صغيره بس في يوم من الايام هتكبر، وعشان كده لازم ابقى مستعد واجمع الاشخاص الموهوبين جنبي. وبيسال رين لو حصل حرب هتبدا منين، فبيعرفوا انها تبدا من المدينه اللي هم فيها لان حاكمها كبير في السن وحالته الصحيه وحشه جدا وفي احتمال كبير انه يموت في السنين اللي جايه، والحاكم ده عنده ولدين. بالطبيعي ان الخلافه بتتنقل للابن الاكبر بس الابن الاصغر مؤهل اكتر، والحاكم مش عارف يختار مين اللي يمسك مكانه، ولو مات قبل ما ياخد القرار هيتسبب في حدوث صراع بين الاخوين. حتى لو اخد القرار قبل موته ممكن يحصل صراع عشان الاخين عايزين يورثوا الحكم، وبيبقى ارس خايف عشان هو لسه صغير ولو ابوه دخل الحرب فهيخسر كتير. عشان كده عايز يجمع الاشخاص الموهوبين ويضمهم لفريقه عشان في النهايه يطلع باقل الخسائر، وبيقرر انه هيبدا يدور على اشخاص موهوبين. ورين كمان بيقول انه هيساعده في كده. بينزلوا من البيت وبيكون ابوه قاعد يتدرب وفاحت نفسه في التدريب. بيساله هو رايح فين، بيعرفه انه رايح يدور على اشخاص موهوبين عشان يضمهم لفريقه. بيقول لابوه لو عرفت تجيب لنا شخص موهوب في السحر يبقى كتر خيرك. مش عارف هو محسسني انه نازل يشتري طماطم ولا ايه. وبيعرفه انه عايز واحد موهوب في السحر عشان هو ما بيعرفش يستخدمه والناس اللي بيستخدموه معاه مش موهوبين. فبيفتكر ارس اول مره استخدم فيها السحر وكانت هجمته ضعيفه جدا، ومن بعدها ابوه ما طلبش منه يستخدم السحر مره تانية. بيتجه بالفعل للمدينه وبيكون في عدد كبير من الناس وبيفرح لما بيلاقي معظم الناس في المدينه اثرياء، وبيقول انه عايز يحول سكان مدينته لنفس المستوى في يوم من الايام. فبيقول له رين مش ده موضوعنا دلوقتي، دور لنا على شخص يكون موهوب في السحر. بيستخدم عينه وبيبدا يقيم مهارات كل الناس بس الواضح ان كلهم مهاراتهم ضعيفه. بيتعب من كتر استخدام عينه وبيقعد عشان يريح، وبعدها بيقوم يتمشى في المدينه مره تانية فبيلاقي عدد كبير من الفقراء نايمين في جنب. فبيعرفوا رين ان كل المجتمعات فيها الاثرياء والفقراء واكيد كلهم مش هيبقوا طبقه واحده. فبيقول له ارس انا اتخدعت من المظهر الخارجي بس المستخبي طلع ابشع بكتير من الحقيقه، وانا لازم اغير العالم عشان الفقير يعيش حياه زي الغني. بيفرح رين من كلامه وبيقول له انا فخور اني بخدم واحد زيك. وهنا بتكون في واحده بتراقبهم من بعيد. بيطلع بعد كده وبيروح للسوق وهم هناك في واحد بيعرض عليهم بيض التنين. هو صاحبنا زي المغفل اول ما بيسمع كلمه تنين بيقول له اديني كل الكميه اللي عندك، بس فجاه بيرفع رين عليه السكينه وبيقول له انت عارف انت بتعمل ايه ومع مين. بيحاول الشخص انه يبرر موقفه لكن رين بيقول له ان التجاره واقفه من السنه اللي فاتت واللي معاك ده لو بيض تنين كان زمانه فاقس، وبعدين تاجر بسيط زيك كده هيجيب الكميه دي كلها منين، وده معناه ان ده بيض صحالي كبيره. بيقول له الشخص لا وبيبقى لسه هيتكلم بس رين بيقول له محاوله خداع السيد تمنها الموت وبيكون هيخلص عليه، لكن ارس بيوقفه وبيقول له مش هشتري حاجه. بيشوف رين الناس اللي اتجمعت حواليهم وبيدرك اللي هو عمله فبيقعد يتاسف لارس على اللي هو عمله، بس ارس بيقول له ما حصلش حاجه يلا نكمل اللي احنا جايين عشانه. بيروح بعد كده ياكله وارس بتعجبه حلويات فبيروح عشان يشتري منها بس في شخص بيخبطه وبيطلع يجري وبيبقى سرق محفظته. بيشيله رين وبيطلع يجري ورا الشخص وبيشيل الغطا من عليها وبتطلع بنت جميله بتدخل في الشارع وبيكون في اشخاص عايزين يتخلصوا منها وعلى طول بيضربوها ويوقعوها على الارض. بيروح صاحبنا ارس عشان يدافع عنها. الشخص ما بيعجبوش الكلام وبيروح عشان يضربه لكن صاحبنا رين بيلحقه وبيقول له ايدك لا توحشك يابا. لسه هيتكلم رين بيضربه وبيشيله يرميه بعيد. بيجي اصحابه بس رين بيمسكهم كلهم يكسر عظمهم. بيطلعوا بعد كده يجروا. بيستخدم ارس قوته وبيقدر انه يقيم قدراتها ودي تبقى ساحره من النوع اس. بيقول لها رين هات الفلوس دي لكن ارس بيعرض عليها انها تبقى تابعه له. رين بيقول له تابعه ازاي دي حراميه انت ناسي انها سرقتك ولا ايه. فبيقول له انها بتمتلك قدره في السحر ما شفتش حد عنده زيها لكن هي ما بترضاش وبتقول له انا لو اخر يوم في عمري مش هبقى تابعه لطفل زيك. فبيقول لها يعني ما فيش طريقه اقنعك بيها. بتقول له لا انا مش هخدم طفل مدلل زيك. فبيعرفها ارس انه عايز يعمل مدينه يقدر الكل يعيش فيها حياه مستقره. بتقول له حياه مستقره انت طول عمرك عايش في الرفاهيه عشان كده مش هتستوعب اللي انا بقوله. الناس اللي زينا بيقضوا معظم حياتهم في الشوارع الجانبيه بيعانوا من الحر ومن البرد ومش عارفين هياكلوا امتى وبعدين انت عايزني ابقى تابعه ليك ليه عشان تظهر للناس انك مش زي الباقي. فبيقول لها رين خلاص رجعي المحفظه وكل واحد يروح لحاله لكن ارس لسه عايز يضمها لفريقه. بيسالها عن الناس اللي هجموا عليها فبتعرفوا انهم اتباع تاجر عبيد كانت في مره بتسرق من مخزن احد النبلاء واتقبض عليها وبعد كده باعوها كعبده بس هي قدرت تهرب منهم وعشان كده لسه بيلاحقوها. بيقول لها طب انت فضلتي في المدينه دي ليه مش كان ممكن تهربي. بتقول له انا ما اقدرش اهرب واسيب اللي ورايا. وبيجي بعد كده عدد كبير من الاطفال وبتكون هي اللي بتهتم بيهم وبتسرق عشان تاكلهم. فبيقول لها خلاص انا مش هضمك لفريقي وبياخد الفلوس من رين وبيديها لها عشان تاكل الاطفال وبتقول له ما تستناش مقابل قصاد الخدمه دي وبتسيبهم بعد كده وبتمشي. بيرجع للبيت وبيبقى قاعد زعلان. بيجي له رين وبيقول له انا كنت في يوم من الايام زيها عشان كده فاهم شعورها. العالم ده قاسي جدا على الفقراء. فبيقول له مش ده اللي شاغل تفكيري. اللي شاغل تفكيري ان انا عايز اغير المدينه واخلي الناس
والناس كلها عايشه سعيده. لكن فجاه بيجي له الاطفال اللي شافهم الصبح وبيعرفوه ان شارلوت اتخطفت. بنشوف شارلوت وبيكون العصابه خطفاها وبياخدوها بعد كده وبيروح على مقر العصابه وبيفضلوا يضربوا فيها، لكن هي ما بتخرجش دمعه واحده. وهو بيقول لهم مديرهم يا بهايم كم مره قايل لكم ان في واحد عايز يشتريها، يضرب في اي حته بس ابعد عن الوش، مش عايزين نبوظ البيعه. وبياخد شخص منها الفلوس لكن هي بتقوم وبتاخدها وبتروح تجري لكن بيمسكوها على طول. لكن هنا بيدخل صاحبنا ارس ورين وبيسمي الله وبيمسك كل اللي موجودين يكسر عظمهم واحد في التاني، ما بيسيبش فيهم واحد عايش. بيدخل ارس بعد كده عشان يطمن على شارلوت، لكن تاجر العبيد بيقول له مين اللي سمح لك تكسر بابي؟ فبيقول له انت بقى البرت تاجر العبيد مش كده ولا ايه؟ بيستغرب ازاي عرف اسمه، بس ارس بيأمره انه يطلق سراح شارلوت. بتحاول شارلوت تمنعه من انه يتدخل، بيقول لها كنت بسأل نفسي ليه دايما عينيكي ما فيهاش امل، بس بعد ما قدرت اقرا حالتك عرفت ان الطموح عندك واحد. بيقول له البرت دي عبده هيكون عندها طموح في ايه يعني؟ فبيقول له انتوا اللي سرقتوا طموحها ودمرتوا املها في المستقبل، كان واجب عليكم انكم تنموه لكن بالعكس انتوا اللي دمرتوه. هنا بتحاول شارلوت تفتكر اخر مره عيطت فيها وبتبقى مش فاكره عشان البكاء ما بيساعدهاش على النجاه، والدموع للضعفاء والضعف ده معناه الموت. عشان كده طول عمرها كانت بتركز انها تبقى قويه وتنجو بحياتها، لكن في الوقت ده ما بتبطلش عياط. وبيدي البرت امر الحراس بالهجوم عليهم، بس ارس بيقول لرين انا معتمد عليك. بيروح اول واحد عشان يهجم عليه فبيمسكه من رقبته وبيرفعه لفوق وبيقول لهم تمن غضب السيد هو الموت، وبيمسك بقى الحراس يخلص عليهم وما بيسيبش منهم ولا واحد عايش. بيهجم عليه 2 من الصحراء لكن سحرهم بيبقى ضعيف وبيقدر رين انه يتفادى الهجمه ويخلص عليهم. بيقول لهم البرت انتوا ما سبتوليش اختيار، وبينادي الاقوى شخص من حراسه عشان ينزل من فوق. بينزل وبيبقى ضخم جدا، بيروح يهجم على رين لكن رين بينط فوق وبيقول له انت بطيء كده ليه، وبيهجم عليه يخبطه بالرجل وبعد كده بيخبطه في وشه وبيكسر له اسنانه. جامد يا ابني والله. بيقول لهم البرت ان رئيس المنطقه موافق على تجاره العبيد وانتم كده بوظتوا شغلي. فبيقول له ارس انا هشتريها منك، وبيجي له رين وبيقول له تجاره العبيد مبنيه على الثقه وانت اكتر واحد عارف ان انا ممكن اخدها وامشي، بس ده هيبوظ سمعتك وانا ما يرضينيش كده، فهتبرر فعلتك للمشتري وتقول ان في واحد عرض سعر افضل، بس لو رفضت فاضطر اخدها معايا وانا ماشي. فبيوافق البرت وبياخدوها معاهم وبيمشوا، وبعد ما بيطلعوا بتقول له ان في مكان عايزه تزوره الاول. بيروحوا لفوق تل وبيكون المنظر خلاب، وبتقول له انا كل ما تبقى مشاكل كبيره باجي هنا وابص للمدينه من فوق فبحس ان مشاكلي كلها صغرت في ثانيه، عشان كده انا بحب المكان ده. فبيقول لها طب انت بتشاركيه معايا ليه دلوقتي؟ فبتقول له المره اللي فاتت انت قلت لي انك عايز تعمل مدينه يقدر يعيش فيها الاشخاص اللي زي حياه مستقره، عشان كده انا هنضم لفريقك واساعدك في ده. فبيقول لها رين بس احنا لازم نقيس قدراتك الاول، وبيديها اداه سحريه عشان تجربها. بتقول له بس انا ما جربتش استخدمه قبل كده. بيقول لها رين مفيش مشكله انا هعلمك تستخدميه ازاي، وبيقول لها على تعويذه عشان تقولها، وبتستخدم قوتها بالفعل وبتقدر انها تطلق هجمه قويه بتزلزل المدينه كلها، وبتتكسر الاداه السحريه كمان من قوتها. وبتسال ارس اذا كانت هتاخد راتب مقابل شغلها معاه، فبيقول لها ايوه. فبتقول له تمام انا بقى عايز اطلب منك طلب، الراتب ده هتديه للاطفال اللي في المدينه وانا عايزه مكان اعيش فيه بس واكل. فبيقول لها اتفقنا، وبتوعده انها تحميه وتحقق له كل اللي هو نفسه فيه. وبتروح بعد كده وبتودع الاطفال وبياخدها معاه البيت وبيوريها لابوه. فبيقول له انا ما ينفعش ادخل واحده معايا ساحه المعركه، فعلى طول بتوري له قوتها. فبيقول لها خلاص انت مقبوله معانا من النهارده، وبيرحب بيها في بيته. بيعدي الوقت وبيكبر صاحبنا ارس وبيبقى عنده 6 سنين، وبيكون ابوه راجع من المعركه ومحقق فيها انتصار بفضل رين وشارلوت، وده بيرفع من معنويات الجنود جدا، وبيكون شرف النصر من نصيب شارلوت، وكمان اتمنحت لقب سيده اللهب في المعركه دي. وارس كمان بيكون بقى عنده اخين توأم. في ذلك الوقت بيجي له رين وبيعرفوا انهم اكتشفوا مواهب جديده، وده بسبب ان عيله جديده اتنقلت للمدينه، فبيقرروا انهم هيروحوا ويزوروهم. وبتصر شارلوت انها ترافقهم، وبتكون عماله تتخانق هي ورين عشان الحصان مش قادر يجري، والحصان تحت رئاكت انقذوني. لكن هما ماشيين بيقابلوا الاخين واللي بيكونوا بيصطادوا فريستهم، بيشوفوهم الاخين من بعيد وبيروحوا يشوفوا حصل لهم حاجه ولا لا. بيستخدم ارس قوته وبيشوف مهاراتهم اللي بيلاقيها من الدرجه الف. بيروحوا بعد كده يقابلوا ابوهم وبيقول له ابن حاكم القريه شرفنا بزيارته ليه، فبيعرفوا انه سمع عن ولاده وبيطلب منه انه ياخدهم معاه عشان يخدموا في الجيش. بيفرح الاب جدا عشان دي كانت امنيه حياته، لكن فجاه بيدخل عيل صغير بياخد رغيف عيش وبيتسحب عشان يروح اوضته. ابوه بيهزقه وبيقول له ما ينفعش تعمل كده وابن حاكم المدينه عندنا. بيعتذر منه، لكن صاحبنا ما بيضيعش فرصه وبيقيم قدراته، وبيلاقي عنده خبره في الاستراتيجيه من الدرجه اس. يا حلاوه. وبيقول انه مش هيلاقي القدرات دي في المدينه كلها بالرغم من صغر سنه. بيعتذر ابوه من ارس على التصرف بتاعه، لكن ارس بيقول له ما تقولش كده احنا انا عايز اخده ضمن اتباع الشخصيين. بيتصدم الكل منه، وهو بيقول لابوه ده مش هيسبب لكم غير المشاكل ومش هينفعكم في حاجه. بيروح لارس وبيعرض عليه ينضم لفريقه، لكن الواد بيترعب وبيقول في نفسه كده يبقى لازم اقاتل وانزل ساحه المعركه. فبيرفض طلبه وبيقول له مش هنضم ليك، وبيسيبهم وبيطلع يجري على اوضته. بيقول رينا انا شفت قرار الرفض ده فين قبل كده. بيعتذر ابوه منه وبيقول له ان روسيل ضعيف جدا وخجول كمان عن اخواته، وفي الغالب مش هيقبل ينضم ليك. وبيعرفوا ان امه ماتت من سنتين، ومن الوقت ده وهو قاعد في اوضته ومش راضي يخرج منها، وهو مش عارف يعمل له ايه، ده حتى مش عارف يحمي نفسه. فبيعرفوا ارس انه ما بيمتلكش قوه جسديه زي اخواته، لكن بيمتلك قوه عقليه بتفوق قوه اي واحد في المدينه، وبيطلب منه يدخل عشان يقنعه. بيدخل له بالفعل والواد بيكون خايف منه جدا، فبيعتذر منه ارس عشان دخل من غير اذنه. وبيلاقيه بيقرا في كتاب، فبيساله اذا كان بيحب الكتب، فبيقول له روسيل ايوه. فبيعرض عليه انه يجي
يجي عندهم في المكتبه الخاصه بيهم ويقرا اللي هو عايزه هناك. فبيقول له انت عايز تجرجرني عشان اجي معاك واحارب مش كده ولا ايه؟ فبيقول له ارس لا طبعا انت هتيجي عشان تقرا بس. فبيقول له خلاص هاجي معاك بس لازم اخواتي كمان يجوا معايا. بيروح له البيت وبيعرفهم ارس ان شارلوت تبقى قائده فيلق الصحراء وبيقول لهم هتوريكم الاوض بتاعتكم. بيقولوا له ايه ده؟ هو احنا معانا حريم في الفريق؟ والواضح كده انهم بيريلوا على اي لحمه وخلاص. وبياخدوا ارس بعد كده وبيوديه المكتبه بتاعتهم واللي بتبقى كبيره جدا يا صديقي. والواد اول ما بيشوفها بينبهر من كل اللي فيها وبيسيب رين معاه عشان لو احتاج حاجه وبيروح عشان يذاكر دروسه. لكن بتروح عليه نومه وبينام وبيصحى مرعوب وبيروح عشان يشوفهم وبيلاقي ان روسيل نام من كتر التعب وبيقيم قدرته مره ثانيه وبيلاقيها ارتفعت. ايه الجمدان ده؟ في كام ساعه قدرته زادت. امال لو قعد كام سنه هيعمل ايه؟ بيجي اخواته وبياخدوه معاهم عشان يروحوا وبيستغربوا لما بيلاقوه تعبان ونايم وحواليه كتب كتير وبيقولوا ده حتى ما بيعرفش يقرا تعب من ايه ده؟ فبيقول لهم يعني ايه ما بيعرفش يقرا؟ فبيعرفوا ان امهم هي اللي كانت بتقرا له الكتب والصيادين اللي زيهم مش محتاجين يتعلموا القراءه. بيصحى روسيل بعد كده من النوم وبيساله ارس انت ازاي اتعلمت القراءه؟ فبيقول له افتكرت امي وهي بتقرا لي لما كنت صغير وطبقت الكلام اللي هي قالته مع الكلام اللي موجود في الكتب وفي النهايه قدرت اتعلم القراءه بنفسي. كلهم بيبقوا مصدومين ازاي يعلم القراءه لنفسه وهو بالسن ده؟ وبيقول ارس ما ينفعش اضيع موهبه زي دي من ايدي وبيبقى عايز يثبت لابوه انه مش لازم يصطاد بالقوس عشان يفتخر بيه. وبيروح له تاني يوم وبيعرف روسيل انه لازم يصنع فخ عشان يصطاد عدد من الحيوانات وبيقول له انت عقلك هو سلاحك ولازم تستخدمه عشان تثبت لابوك ان القوه مش في استخدام القوس. وبيتصدم ابوهم لما بيشوف الفخ وبيلاقي عدد كبير من الحيوانات جوه وبيعرفوا ان روسيل هو اللي صنع الفخ ده. بيساله هو عمله ازاي؟ فبيعرفوا انه قرأ في احد الكتب ان الحيوانات دي بتندفع تجاه اللون الاصفر عشان كده صنع باب من اللون ده وكمان حط الاعشاب عشان قرأ ان الامهات وصغار الحيوانات دي بتكره الاعشاب فعلق الاعشاب عشان يبعدهم عن الفخ ويعمل كمان مخارج صغيره عشان لو صغار الحيوانات دي دخلت تعرف تخرج. لكن ابوه ما بيعترفش بالكلام ده وبيقول لاخواته انتوا ماشيين بكره مش كده ولا ايه؟ فبيقولوا له ايوه. فبيقول لهم خدوا روسيل معاكم. الولد بيحاول يبرر لكن مفيش فايده وبيقول له غادر المنزل من بكره. بيطلب من ارس انه يعتني بيه وبيسيبهم وبيمشي. الولد بيبقى مش فاهم حاجه بيقول لهم انا عارف ان ابويا بيكرهني ولازم اسيب له البيت وامشي من النهارده. وبيقول له ارس انا هبقى معاك. فبيقول له ارس انت لازم ترجع للبيت النهارده عشان انا متاكد ان ابوك عنده اسبابه الخاصه. بيرجع للبيت وبيفضل يتكلم في نفسه وهو بيقول انا عارف ان امي بعد ما ولدتني تعبت وماتت وعشان كده ابويا بيكرهني ومن وقتها وانا حابس نفسي في الاوضه دي. انا قتلت امي ومش قادر اساعد اصدقائي يا ريتني ما اتولدت. لكن اخواته وابوه بيكونوا فوق البيت وبيسالوه عن سبب زعله من روسيل. فبيقول لهم انا عايزه يزعل مني. انا فشلت في اكتشاف موهبته وما ركزتش في غير انه ما بيعرفش يستعمل القوس وكنت بهزقه على طول عشان كده انا اب فاشل وما يستاهلش واحد زيه انه يقعد معايا. هو طيب زي امه والطريقه الوحيده اللي تخليه يسيب البيت هو انه يكرهني عشان احس ان انا كفرت عن جزء من ذنبي. وبيطلب منهم انهم يساعدوه. في الوقت ده بيبقى روسيل سامع كل حاجه وما بيبطلش عياط. وفي اليوم التاني بيجي ارس عشان ياخد الشابين معاه لكن فجاه بيلاقي روسيل طالع وبيقول له انا هنضم ليكم. بيودع ابوه من غير ما يقول ولا كلمه. بيروح بعد كده ابوه يكسر الحطب فبيرجع له روسيل وبيقول له انا عمري ما هكرهك مهما عملت فيا مش هقدر اكرهك وهروح بيت ارس عشان ادرس واتعلم حاجات كتير وافيد بيها قريتنا. بيقول لابوه ولا انا عمري كرهتك. وبيكون مشهد في غايه السعاده او الحزن انا مش عارف. وبكده يبقى العضو الثالث انضم لفريقنا. ويلا على اللي بعده. يا هنايا سعده. بيعدي الوقت وبيكبر ارس لكن ابوه بيتعب وبيلازم الفراش. بيطلب من ابوه انه يتولى المهمه الجايه لكن ابوه بيرفض. وبنعرف ان حاكم الاقليم مات وكتب في وصيته ان ابنه الصغير هو اللي يتولى الحكم لكن اخوه الكبير مرضاش بكده وقال انه زور الوصيه دي ودخل عده حروب عشان يرجع ورثه وانتصر فيهم كلهم. وده اللي خلى عدد من الحكام يقفوا في صفه وده سبب انقسام الاقليم لنصين بين مؤيدين الاخ الاكبر ومؤيدين الاخ الاصغر. وبعد كده تعب ابوه من كتر المعارك وبيقول انه لازم يشارك في القتال بنفسه. بيقول لابوه سيبك من الكلام ده انا عايزك في حاجه اهم من كده وهي خطوبتك. بيقول له خطوبه مين وامتى حصل الكلام ده؟ فبيقول لابوه مش فاكر. هو انا ما قلتلكش عنها؟ وبيديله رساله وبيقول له ان دي وصلت قبل كام يوم من خطيبتك. وبنشوف بعد كده شخصيه جديده وبتكون متجهه لمدينه ارس وهنعمل نفسنا مش واخدين بالنا انها خطيبته. بيدخل على اصحابه وبيعرفهم ان وصلته رساله من خطيبته. فبيقولوا له خطيبتك ازاي يعني؟ بيقول لهم مش عارف انا اول مره اسمع زيكم. وبتدخل الخدامه وبتعرفه ان خطيبته وصلت. بينزل عشان يقابلها وبتكون بنت في غايه الجمال وبيكون اسمها ليشيا. بيستخدم قوته وبيقيم قدراتها وبتطلع معدلاتها مرتفعه جدا يا صديقي. بتمتلك دبلوماسيه من الفئه اس وطموح من الفئه الف. بيستغرب من معدلاتها. بيقول بس شكلها طيبه او ممكن تكون بتمثل عشان تاخد الحكم مني. انا لازم امنع كل خططها. وبيقول لها تعالي معايا. وهم داخلين بيلاقوا رين بيجري. فبيستغرب خادمها ان في عبد معاهم في نفس البيت لكن هي بتوقفه وبتقول انت ما سمعتش عن رين ولا ايه؟ ده الحكايات عن بطولاته وصلت لبلادنا عشان كده اعتذر دلوقتي. مسيطره مفيش كلام. بيدخلوا بعد كده وبيرحب بيهم الخدم وبيروحوا عشان ياكلوا وبيقعدوا يحبوا في بعض. عقبالنا يا صديقي. لكن شارلوت وروسيل لهم راي تاني وبيكونوا خايفين منها. بياخدها بعد كده ارس وبيمشيها في المدينه وهو ماشي بيقابلوا اتنين فبيسالوه دي تبقى مين؟
فبيعرفهم ارس انها خطيبته، فبيفرحوا وبيقولوا له احنا لازم نعرف باقي اهل المدينه. الحريم ما بيتبلش في بقهم فوله، وبيطلعوا بعد كده وبيلاقوا اتنين عمالين بيتخانقوا، وده بيكون بسبب ان النجار طلب حجاره النار السحريه، بس التاجر جاب له حجاره الصوت السحريه، وبيقول انا لازم احل المشكله دي عشان لو فشلت ليشيا هتسيطر على المدينه كلها. لكن في الوقت ده بتتدخل شارلوت وبتبقى عايزه تخلص عليهم بضربه سحريه. هو ده الكلام. ليشيا بتمنحها وبتقول لها كده هنأذي الناس، وبتسالها اذا كانت هي الساحره شارلوت اللي صوتها مسمع في كل حته، فبتقول لها ايوه. بتقول لها انا كان نفسي اقابلك واسلم عليكي، وبتمد لها ايديها فبتسلم عليها شارلوت. روسيل في الزاويه يا غداره. وبتروح بعد كده وبتطلب من ارس انها تحل المشكله بنفسها. بيبقوا الاتنين نازلين طحن في بعض. بتدخل وبتعرفهم بنفسها وانها تبقى خطيبه ارس، وبتقول لهم انا سمعت المشكله وانا معديه بالصدفه، وبتطلب منهم يبيعوا لها حجاره الصوت السحريه عشان هي موجوده بكميات قليله في اراضيهم وهتشتريها بسعر مرتفع، وفي المقابل هتبيع لهم حجاره النار السحريه بسعر قليل عشان هي موجوده بكميات كبيره في اراضيهم. وبتقول لهم ان ارس هو اللي اقترح عليها الاقتراح ده، وبيطلب منهم ارس يكتبوا عقود بعد كده عشان يمنع حدوث مشاكل زي دي. وبيروحوا بعد كده وبيشكرها على اللي هي عملته، وفي اخر اليوم بيبقوا مروحين. فبتساله ليشيا ايه نوع الاشخاص اللي بتحبهم. بيتصدم ارس من السؤال وبيبقى مش عارف يقول لها ايه، بس هو عارف انها ذكيه وهتكتشف لو كذب عليها. فبيقول لها انا بحب الاشخاص اللي بيقولوا الحقيقه وما بيخبوش عليا اي حاجه. فبتقول له تمام وبتسيبه وبتمشي. بيروحوا البيت وبيقعدوا يتعشوا، وبتقدم لهم شارلوت فقرات سحريه. وبيروح ارس بعد كده عشان ينام، لكن بيلاقيها في سريره. وانا مش عايزك تفهم غلط يا صديقي. بيسالها هي بتعمل ايه في اوضته، فبتقول له انا سالتك سؤال واحنا راجعين في الطريق وجايه دلوقتي عشان اجاوبك عليه، بس عايزك تجاوب على سؤالي الاول ايه رايك فيا. بس قبل ما تجاوب عايز اعرفك حاجه، انا عندي قدره تخليني اعرف الناس بيحسوا بايه بمجرد ما ابص لهم، واول شعور انت اظهرته لي هو الشك. حاولت احسن الموضوع بعد كده بس شكك فيا زاد، واخر حاجه قلت لي انك عايز تعرف الحقيقه وما خبيش عنك حاجه. ايه بقى اللي مخليك شاكك فيا؟ بيعرف انه لو جاوب غلط هتعرف على طول، فبيقرر يقول لها الحقيقه، وبيعرفها ان عنده قدره بتخليه يقيم مهارات الشخص اللي قدامه. ولما قيم مهاراتها اكتشف مهاراتها في الدبلوماسيه بالرغم من صغر سنها وطموحها كمان العالي. بتقول له فعلا انا ليا طموح، وهو ان الراجل اللي انا بحبه يحبني من اول نظره. بيقول في نفسه فعلا افضل طريقه للنجاه انها تتجوز من شخص قوي، وده معناه ان خطوبتها من سيد منطقه ضعيفه زي مش هيناسبها. فبتقول له ليشيا انا عارفه انت بتفكر في ايه، وبتقول له مفيش شك ان منطقتكم صغيره وكنت ناوي افسخ الخطوبه منك، بس لما قضيت وقتي معاك النهارده غيرت رايي وعايز اتجوزك. بيسالها عن السبب، فبتعرفه ان احداث النهارده دي كلها بتدل ان عيلتهم هتزدهر في يوم من الايام عشان كل اهل المدينه بيحبوه ويفرحوا لما سمعوا خبر خطوبته. وبتقول له عشان كده بقيت بحبك زي ما اهل القريه بيحبوك. يا حلاوه. بس احب اقول لك يا صديقي ان دي حته رومانسيه حرقت الفريزر، مش هتلاقيها غير عند العبد لله سيزر. عشان كده اشترك في القناه وفعل اشعارك ويلا بينا نكمل. هنا صاحبنا بيبوظها وبيقول لها شكرا، فبتقول له ان الوقت اتاخر وبتسيبه وبتمشي. اول ما بتطلع بيقول انا غبي كده ازاي حد يرد على كلمه بحبك بشكرا، بس احلى حاجه انها قالت لي الحقيقه وما شكتش حتى في مهاراتي للتقييم. وفي الناحيه الثانيه بتبقى ليشيا مكسوفه جدا من اللي هي عملته، وانها كانت في اوضه شاب في نص الليل، وبتقول اكيد كان شكلي وحش بس حققت حاجه مهمه، وهي ان اول مره اقول لحد على مشاعري الحقيقيه. وتاني يوم بتبقى مروحه لبيتها وبتقول لنفسها انا طول عمري بكره عالم النبلاء عشان ممكن يعملوا اي حاجه من اجل الحفاظ على مناصبهم، بس ارس غيرهم كلهم وكان لطيف زياده عن اللزوم وكل الناس بيحبوه، عشان كده انا عايز ابقى جزء من المجتمع ده وافضل جنبه. لكن ابوه بتكون حالته اتدهورت جدا، وبيجي لهم بعد كده خبر اغتيال قاضي المدينه، وبيسال ريفن روسيل ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فبيعرفوا ان في احتمال كبير تقوم حرب بين البلاد، فبيقول لهم ريفن والاكيد ان لومير هيساند الاخ الاكبر وده يبقى حاكم الاقليم يا صديقي، ولما يعمل كده احنا هنسانده. وبيدي امر الرين انه يجهز الجيش وهو اللي هيقوده بنفسه، وبيجي لسه قايم بس بيقع من طوله. وبتوصل بعد كده رساله من لومير وبيقول ارس انه هيروح بنفسه، وبالفعل بيتجه تاني يوم للقلعه عشان يحضر الاجتماع. بياخدهم الحارس بس ارس بيكون متوتر جدا، وبيقابله مساعد لومير بيقيم ارس قدرته وبتبقى مرتفعه جدا، وبيعرض على رين وشارلوت انهم ينضموا ليه بس هما بيرفضوا وبيقولوا له احنا اقسمنا بالولاء لارس. بيدخل القاعه وبيرحب برؤساء المدن التانيه لكن محدش بيرد عليه. بياخد الكرسي وبيقعد بس في واحد منهم بيرحب بيه بعد ما يقعد وتقريبا ده عنده لاج، بيقدم له الحلوى وبيبقى شكله طيب جدا، بس التاني بيبص له وعينه كلها شرار. ولكن في ذلك الوقت بيدخل رئيس المقاطعه اللورد لومير، بيستخدم ارس قوته وبيقيم قدراته وبتكون مرتفعه زي المساعد بتاعه، والواضح كده انهم بيكملوا بعض. وبيقول لهم الاجتماع ده بخصوص ان احنا هنساعد الاخ الاكبر في استعاده العرض، حد عنده مانع؟ فبيقولوا له لا مفيش اي مشكله. فبيقول لهم تمام جهزوا جيوشكم، وبكده الاجتماع خلص وبيسيبهم وبيمشي. بس بيجي له الراجل اللي كانت عينه كلها بتطق شرار وبيعرفه بنفسه وبيقول له انا هاموند، وده يبقى ابو ليشيا، وبيقول له ان بنتي مكتئبه بقالها فتره والواضح انها زعلانه منك. فبيقول له انا مش عارف انا عملت لها ايه. فبيقول له ولا انا عارف، بس الفتره الاخيره مش مظبوطه وانا عارف انها بتحبك وعشان كده خلي بالك منها. وبيسيبه وبيمشي. بيرجع للبيت وبيبعت لها رساله على طول وبيعرفها انه كان مشغول الفتره اللي فاتت وان هو كمان قابل ابوها لاول مره وكان مبسوط جدا وبيعتذر لها عن التاخير.
وبينزل بعد كده وبيتدرب مع رين، وبيبقى عايز يتدرب عشان ما يبقاش عبء على غيره في الحرب. وبيجي له رساله وبيعرف ان اللورد لومير طلب ان قواتهم تتجه لساحه المعركه في اسرع وقت، فبيقول لرين انه يجمع الجيش وبيعرفهم ان هو اللي هيروح معاهم في المعركه دي. لكن ابوه بيجي وبيقول له انت لسه صغير على المعارك وهو اللي هيروح مكانه، فبيقول له ارس ان رين وشارلوت هيبقوا معاهم واكيد ان شاء الله يرجعوا منتصرين. فبيقول لابوه انت لسه وشك بيبي فيس ومش هينفع تروح، فبيقول له يعني ايه بيبي فيس؟ فبيأمر ريفن احد الجنود انهم يجيبوا واحد من الزنزانه، وده بيبقى شخص عامل كل حاجه حرام، قتل واغتصاب وسرقه وكل حاجه تدخل النار، وبيكون محكوم عليه بالاعدام، بس الحكم اتاخر بسبب مرض ريفن. وبيقول لابوه لو قدرت تقف وتشوفه وهو بيموت من غير ما يغمى عليك هسيبك تروح للمعركه. وبيحط راسه بعد كده على الخشبه وبيرفع الجلاد سيفه وبيديله ريفن الامر وبيطير رقبته على طول، لكن ارس ما بيقدرش يستحمل وبيقع على الارض اول ما بيشوف الدم. فبيقول لابوه انت هتشوف ناس كتير بتموت قدامك وما ينفعش القائد يبقى خايف، عشان كده مش هسمح لك تروح المعركه المره دي. وبياخد الجنود وبيتجهوا للمعركه وبيعملوا حرب اسطوريه، وبيقدر رين وريفن يقتلوا عدد كبير من الجنود، وروسيل هو اللي بيحط الخطط، وشارلوت بتدمر القلعه بسحرها. لكن بعد المعركه بيقع ريفن وبيكون خلاص المرض يتمكن منه، بيبقى رايح على حصانه وراجع على نقاله. بيرجعوا للبيت وبيلاقوا ان ارس مصاب وبيكون بسبب كتر التدريبات، وبيسالهم عن صحه ابوه فبيعرفوه ان حالته اتدهورت جدا وانه ممكن يموت في اي وقت. فبيقول لهم دي كانت غلطتي، انا ما كانش ينفع اسيبه يروح. فبيقول له رين لا انت ما كنتش لسه مستعد لكده. فبيقول له خلاص حصل خير، لو حالته اتحسنت يبقى عرفني. فبيساله هو رايح فين، فبيعرفوا انه نازل للتدريب شويه، وبتعرفوا شارلوت ان الجنود اللي كانوا هنا قالوا ان هو ما بطلش تدريب من ساعه ما ابوه راح للمعركه وكان بيتدرب كل يوم. بينزلوا لتحت وبيلاقوا ليشيا في وشهم، وبتعرفهم انها جايه تطمن على ارس عشان هو ما بعتلهاش رسائل من فتره كبيره، وبتسالهم اذا كان حصل له حاجه او لا. فبيعرفها رين باللي حصل وان هو ما قدرش يشوف منظر الاعدام، ومن وقتها وهو في البيت بيتدرب. فبتقول لهم انها لازم تسانده بصفتها خطيبته، وبتسالهم عن مكانه. فبيعرفها انه في ساحه التدريب. بتروح هناك وبتلاقيه بيتدرب والجندي ماسكه ماسح بوشه الارض، لكن ارس مصر انه يكمل تدريبه، فما بترضاش تكلمه وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي الخادمه بعد كده وبتعرفهم ان ريفن استعاد وعيه، وبيكون طالبهم هم الثلاثه عشان يتكلم معاهم. واول ما بيدخلوا بيشكرهم على كل اللي عملوه معاه، وبيعرفهم انه مش هيعيش كتير، وبيطلب منهم انهم يعتنوا بارض عشان هو مش قوي لدرجه انه ينزل لساحه المعركه، وان دي حاجات نسى يعملها وهو في صحته وكان المفروض ياخده معاه، بس خلاص الوقت فات، عشان كده عايزكم تدعموه وتخلوكم جنبه. فبيقول له روسيل انه لولا ارس كان زمانه لسه بيتعرض للانتقاد وما كانش فاهم عيلته بيتعاملوا كده ليه، فعشان كده هو هيدرس اكتر واكتر ويساعده. وشارلوت كمان بتقول له انها نفسها تشوف المستقبل اللي هو عايز يحققه عشان هو اللي ادى لحياتها معنى. ورين بيقول له انه لو حد وقف في طريقه هيخلص عليه حتى لو هيدفع حياته ثمن لكده. فبيقول لهم ريفن انا كده اطمنت عليه، وبيطلب منهم بعد كده يقابل ليشيا. بتدخل وبيقول لها انت فاكره اخر مره قابلتك فيها؟ بتقول له هو انت قابلتيني اصلا؟ بيقول لها ايوه انا اللي خطبتك لارس، لما شفتك اول مره افتكرتك طفله مدلله، لكن لما شفتك بتعاملي الاطفال بحنيه عرفت انك طيبه وعشان كده اخترتك تبقي جنب ارس. وبيشكرها على قبولها الدعوه دي. بتروح بعد كده وبتناديله وفعلا بيروح على طول، وبيقول لابونا عملت لك شويه وصفات عشان تعالج مرضك، وسمعت كمان عن دكتور شاطر في المدينه اللي جنبنا لازم نروح نزوره. فبيقول له انت كبرت فعلا يا ار، وانا في سنك كده قررت ان ابقى محارب لاول مره، بس ما اتولدت زيك كابن حاكم المدينه، انا اتولدت في منطقه زراعيه كان الناس فيها بيعانوا وكان الحكام بيفرضوا عليهم الضرايب من غير رحمه، عشان كده هربت من البيت ورحت للمدينه، لكن اول ما وصلت شفت حاكم الاقليم جاي على حصانه، وقتها شفت القوه اللي هو فيها، عشان كده قررت ان ابقى زيه في يوم من الايام. بدات اتعلم استخدام السيف لوحدي وبقيت جندي وقدرت اثبت نفسي في القتالات، ولما اللورد لومير سمع عن انجازاتي قرر يكافئني وبقى ليا منطقتي الخاصه، وبقى عندي اتباع وجنود وكل اللي كنت بحلم بيه اتحقق. وقررت من الوقت ده ان انا احميهم وما اعرضهمش للخطر. انا عارف انك حاسس بالمسؤوليه تجاه مرضي، بس انت مالكش دعوه، انا اللي اخترت ان ابقى كده، ووصيتي ليك انك تعتني بيهم. وبيفضل يتكلم مع ابوه للصبح، لكن بيحصل اللي كلنا عارفينه وبيموت ابوه في اليوم الثاني، وفراق الاب مش حاجه بسيطه، عشان كده اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وبنشوف المشهد اللي شفناه في اول الانمي وهو بيحرق جثه ابوه، وبيوعدهم انه هيعتني بيهم ويحميهم مهما كان الثمن، وبيبقى الكل في غايه الحزن. بتفتكر شارلوت مواقفها معاه لما كانت معاه في الحرب واجهدت نفسها بصوره كبيره، لكن هو بيقول لها وفري المجهود ده عشان تحمي بيه ارس في ساحه المعركه. وروسيل كمان بيفتكر لما كان بيدرس لوقت متاخر، فبيدخل عليه وبيدفيه من البرد وبيقول له ما تتعبش نفسك عشان تقدر تساند ارس في يوم من الايام. وبيبقى الكل مش قادر يمسك دموعه، مش قادر يسيطر على مشاعره، وبيوعدوا ارس انهم هيفضلوا جنبه وهيحموا القريه. بيعدي الوقت وبيكبر ارس وبيعينوا لومير حاكم لمنطقته، وبعد كده بيعرفهم ان الحرب بدات وبيطلب من مساعده يشرح باقي التفاصيل، وبيعرفهم المساعد ان منطقه برينا واقفه بصف الاخ الاصغر وده هيزود احتماليه خسارتهم في الحرب. وبيعرفهم لومير بعد كده انهم لازم يستولوا على برينا الاول عشان هتاثر المسافه عليهم في الحرب، لكن ارس له راي تاني وبيقول له سيب لي الموضوع ده وانا هخلصه لك من غير قتال. وبيكون بالفعل
شاور مع مساعديه في الموضوع ده قبل كده. بنرجع فلاش باك وبيعرفهم رسيل ان في حاجه غلط عشان برينا طول عمرها كانت واقفه في صفهم. فبيقول له ارس فعلا في حاجه غريبه في الموضوع ولازم نجمع معلوماتنا الاول. فبيقترح عليه رين انه يأجر مرتزقه تجمع له البيانات، وفي فرقه شهيره اسمها شادو صوتهم مسمع في كل حته، وبيعرفوا انه هيحاول يتواصل معاهم. نرجع بقى للواقع وبيعرفهم ارس بكل اللي حصل. فبيديله لومير اذن بجمع البيانات. بيطلعوا بعد كده وبيبقوا مروحين، وبتقابل شارلوت الاطفال اللي كانت بتعتني بيهم، وبيبقوا كبروا وبيكون ارس بنى لهم دار للايتام، وبيكون كل واحد بقى له طموح معين، اللي عايز يبقى جندي واللي عايزه تخدم في القصر وحاجات من دي. وبيشكروا ارس عشان غير حياتهم. ولكن فجاه بتوصل ليشيا وبتعرفوا انها جت مع ابوها لما عرفت انه هيبقى موجود. وبيجي طفل بعد كده وبيوسخ لها الفستان. بيعتذر ارس منها عن اللي حصل، لكن بتقول له مفيش مشكله، انا كده كده جاي عشان استمتع بوقتي. وبتخلع حذائها وبتلعب مع الاطفال، وبيقرروا انهم هيباتوا في الدار دي. وبتساله هو ناوي يعمل ايه. فبيعرفها ان ريم بيدور على مجموعه مرتزقه، ولو عرف يوصل لهم فهيروح لهم الصبح. بتقول له تمام انا هاجي معاك. بيقول لها مش هينفع الوضع هيبقى خطير. بتقول له مش ريم معاك يبقى انا كده مطمنه. فبيضطر صاحبنا انه يوافق، وبتعرفه كمان انها هتبات معاهم في الدار النهارده. فبيقول لها انا ما كنتش عامل حسابي هروح احضر اوضه عشان تنامي فيها. فبتقول له لا انا هبات معاك في نفس الاوضه. بتصحى شارلوت وبتقول لهم ايه المحن ده كله، ولما بتعرف اللي حصل بتقرر هي كمان تبات معاهم. ولما بيلاقوا روسيل بيتريق عليهم بياخدوه معاهم، والواضح كده انهم ناموا نوم عميق. وبيصحوا تاني يوم وبيبقى ارس وروسيل ما ناموش طول الليل. وفي الوقت ده بيجي رين وبيعرفهم ان وصلته رساله من شادو، وبيودعوا الاطفال وبيتجهوا لمقرهم. بيدخلوا هناك وبيقول لهم الشخص ان المكان مزدحم ولازم يغادروا على طول. بيقول له رين على كلمه السر. فبيقول لهم خلاص في ترابيزه لسه فاضيه حالا. وبيبدا ارس يقيم مهارات كل الاشخاص اللي قاعدين، بس ما بيلاقيش حد مهاراته عاليه. وبتيجي بنت جميله وبتاخد طلباتهم. بيتصدم ارس لما بيقيم قدراتها، وبيطلب انه يدخل للحمام، وبيكون مش متاكد من اللي هو شافه. بيقيم ريم مره تانية وبتطلع ان قدرته شغاله صح. وفجاه بتجيله البنت دي واللي بيبقى ولد متنكر في هيئه بنت، وبيتثبته بالسكينه وبيقول له عرفت ازاي ان انا قائد المجموعه. لكن فجاه بيدخل رين وبيلحقه، وبتقول له انا كنت فاكراك عيل مدلل، استدعيت مساعدك ازاي؟ ده نوع جديد من السحر ولا ايه؟ بس ارس ما بيبقاش عارف هو جه هنا ازاي. بتدخل ليشيا كمان وبتقول لها ان ده تصرف سيء، والمفروض كتعويض تقبل المهمه اللي ارس عايزك عشانها. بتقول لها طب لو ما قبلتش واضطريت اني اقتلكم. بتقول لها ليشيا مش هتقدري في وجود رين، انت مش هتعرفي تعملي حاجه غير انك تحمي نفسك. فبتتاسف لارس على طول وبتقول له انا وافق على مهمتك بس بشرط واحد، انت عرفت ان انا ولد ازاي؟ فبيعرفها انه عنده قدره بتخليه يقيم الشخص اللي قدامه. بتقول له مش مصدقه انا عايزه حاجه تثبت لي الاول. فبيقول له طيب اعمل لك ايه يا مات؟ فبيقول له الشخص ده مش اسمي، الاسم ده اتخليت عنه من زمان، بس بما انك عرفت اسمي القديم يبقى انت فعلا عندك القدره دي. وبتوافق على وظيفته وبتسيبهم وبتمشي. وبنعرف ان ليشيا هي اللي اكتشفت الموضوع ده كله وانقذت ارس من الموت، وده بعد ما قدرت تحلل التعبير اللي كان على وشهم. وبيشكرها ارس على انقاذ حياته. وبعد كده بيروحوا يقابلوا الرئيس مره ثانيه، وبيطلبوا منه يعرف ليه رئيس مدينه برينا غير رايه وانضم للاخ الاصغر. فبتقول لهم تمام بس هاخد عمله ذهبيه كاجر للمهمه دي. بيسالها ارس عن الوقت اللي هتاخده. فبيقول له في خلال 5 ايام هتكون المعلومات دي عندك. بيرجعوا لاصحابهم اللي قاعدين مستنيينهم، وبيعرفوهم انهم قابلوا رئيس مجموعه شادو، وكمان اقنعوه انه يقبل المهمه. وبيجي بعد كده وبيقدم لهم حلويات كهديه من المكان. وبيقول ارس انه لولا عنده القدره دي عمره ما كان هيعرف ان ده ولد. بيتعدي المهله وبيروحوا له في المقر بتاعه، وبيكون حصل على المعلومات اللي هم عايزينها. وبيقول لهم اسمحوا لي اعرفكم ليه برينا بتنصر الاخ الاصغر. وبيدي له ميعاد واللي بيكون من ضمنه توقيع مدينه برينا وكمان مدينه ماسا، ودي المدينه المجاوره ليهم، وبتضم عدد كبير من السكان، وبيعتبر عندها اكبر جيش مشاة في الامبراطوريه. ولحسن الحظ انهم في صف الاخ الاكبر، لكن في العقد ده موجود توقيعهم. ولو العقد ده حقيقي فده معناه ان ماسا خانتهم، ولو خانتهم فهم مش هيقدروا يهاجموا برينا لان ماسا هتلف من وراهم وتخلص عليهم. وبيطلب منه رين انه يتحقق من العقد ده. فبيقول له ان هو جايبه من القلعه الخاصه برئيس برينا. فبيشكره عن اللي هو عمله وبياخد العقد ده وبيتجه لقلعه اللورد لومير، وبيسالهم اذا كان العقد ده حقيقي. فبيعرفهم انه جاي من قلعه رئيس برينا بنفسه. فبيقول له كويس ان احنا عرفنا المعلومات دي قبل ما نهاجم برينا، وبيشكره عن اللي هو عمله. بس المساعد بيعرف ان الختم الخاص بمدينه ماسا متزور، وبيكون في عقد قديم بينهم وبيوري لهم الفرق بين التوقيع. فبيقول لهم لومير ده معناه ان برينا فكرت ان ماسا خانتنا وهي المدينه المجاوره ليهم، فما رضتش تحط نفسها في خطر. فبيسالهم ارس عن السبب. فبيقول له روسيل عشان يكسبوا وقت ويخلصوا على عدد كبير من جنودنا في الحرب اللي هتقوم بيننا، وده هيديهم فرصه اكبر في التنقيب عن الحجاره السحريه، ودي حجاره مش موجوده الا في مدينه برينا، وبتخلي السحر اللي بيستخدمها يعمل انفجار قوي وممكن يخلص المعركه في لمح البصر. وبيقرروا انهم يروحوا لمدينه برينا ويقولوا لهم الحقيقه، بس الاول لازم يزوروا مدينه ماسا. وبالفعل بيروح ارس وبيقابل رئيسها وبيديله العقد اللي هم لقوه. فبيعرفهم ان العقد ده متزور، وبيقول له ارس على الخطه اللي هيعملوها مع رئيس برينا. وبيقرر رئيس ماسا انه هيروح بنفسه، وبالفعل بيروح على هناك وبيقابله رئيس المدينه، وبيروح له ارس على انه هيساند الاخ الاصغر وهينضم ليهم في فريقهم. الرئيس بيوافق وبيقول له انه هيقول للاخ الاصغر على المعلومات دي. بس ارس بيقول له في حاجه لسه عايز اسالك عليها، هو العقد ده اصلي؟ فبيعرفوا انه استلمها من الاخ الاصغر شخصيا. فبيقول له بس رئيس مدينه ماسا كان مساند للاخ الاكبر طول عمره، ايه اللي يخليه يخون دلوقتي؟ فبيقول له دي حرب وعادي جدا تخون حلفائك عشان تحقق النصر لنفسك. فبيقول له ارس ما تبقاش اهطل بقى، مش كل اللي تشوفه تصدقه من غير ما تعرف السبب. بيتعصب
الرئيس وبيأمر جنوده يخلصوا عليهم، لكن رين هنا يا صديقي وبيقدر انه يصد كل هجماته، وبيقول له ارثر بس انا ما جيتش هنا عشان نقاتل بعض، انا جايب لك معايا مفاجأة. وبيكون جايب رئيس مدينة ماسا معايا يا صديقي، وبيقول له انا جبته لك قدامك اساله بقى شخصيا. وبيعرفوا ان هو ما مضاش العقد ده، وان العقد ده متزور، وان هو طول عمره بيخدم الاخ الاكبر وهيفضل يسانده طول حياته. بيقول له دلوقتي بعد ما عرفت الحقيقة هتفضل مساند له ولا هتنضم لينا؟ فبيعرفوا انه عامل معاه عداوات لفترة كبيرة واكيد مش هيسامحه بسهولة. فبيقول له رئيس ماسا ده اكيد هيحصل، بس عايز اعرف انت ازاي انخدعت بسهولة. وبيكون ارس واقف يحلل الموقف وبيكتشف ان رئيس ماسا قوي جدا، وده اللي مخليه مسيطر على منطقة كبيرة. وبيقول له ارس بما انك انت اللي اكتشفت الحقيقة فهسيب لك القرار وانت اللي هتحكم عليه. فبيقول له ارس ان كل الاشخاص بتغلط، ومش معنى انه غلط ان احنا نقتله، ولازم نسامحه ونديله فرصة. فبيقول له رئيس مدينة ماسا خلصانة، انا رضيت بحكمك. وبيسيبهم وبيمشي، وبيروح بعد كده اللورد لومير وبيزور قبر ريفن، وبيعتذر له عن التأخير عن زيارته. وبيقول له ان اللورد كوران طالب انه يقابل ارس شخصيا، وده يبقى الاخ الاكبر يا صديقي. ارس بقى بيبقى متوتر جدا ومش عارف يقول له ايه. فبيعرفوا لومير انه قال لكوران عن كل اللي حصل وان هو طلب مقابلته شخصيا. فبيقول له خلاص هروح اغير هدومي واحاول اهيئ نفسي ان انا اقابله. فبيقول له انت بتقول ايه؟ احنا هنروح دلوقتي. بيتوتر اكتر وبيرجع لورا، لكن اصحابه بيشجعوه وبيقولوا له ان دي فرصتك ولازم تروح. فعلى طول بيتشجع وبيقول له يلا بينا. وبيكون ارس متوتر والعرق مغرقه، وبيسال نفسه واحد زي كوران عايز من واحد زيه ايه. وبيوصلوا بالفعل للقلعه وبيدخلوا، وبيكون في عدد كبير من النبلاء والكل عمال يبص عليه ومستغرب ايه اللي جاب طفل صغير في مكان زي ده. وبيكون اللورد لومير عنده معارف كتير، وبينادي على ارس عشان يقف معاهم وبيعرفهم عليه. وهنا بيدخل كوران بيقيم ارس قدراته واللي بتكون اعلى من اي حد شافه قبل كده، وبيعرفهم انه ناوي يخش في حرب جديده مع اخوه الصغير، والمره دي لازم يخلص عليه عشان يستعيد ورثه الشرعي. وبيقول لهم انا عارف ان الموضوع صعب بس انا واثق في كل اللي موجودين هنا، وعلى راسكم شخص انجز مهمه نصكم ما يعرفش يعملها، الشخص ده هو ارس. وبيقول له تعالى هنا جنبي. بيبقى متوتر ومش راضي يطلع، بس زمايله بيزقوه وبيطلع لفوق، وبيعرفهم قران عن اللي هو عمله، وبيطلب منهم يسقفوا له. هو بيبقى صاحبنا في منتهى السعاده، وبعد كده بيطلع عشان يشم هوا، ولكن فجاه بيجي له اللورد قران وهو بيقول له انا سمعت انك بتجمع الاشخاص الموهوبين وعندك نظره حاده في الناس، فعشان كده كنت عايز اسالك سؤال، ايه رايك في الناس اللي حواليا؟ بيقول له ارس انا هقول لك الحقيقه بس ما تزعلش مني، كل اللي حواليك دول فيستك مهاراتهم عاديه ما يلفتوش الانتباه ولا حاجه. بيقول له فعلا معاك حق، هم مخلصين بس ما عندهمش موهبه، والجيش التاني فيه عدد كبير من الافراد عندهم مواهب، وده اللي بيدي احتماليه ان احنا نخسر في الحرب، لكن لما عرفت اللي انت بتعمله اتاكدت ان النصر هيبقى حليفنا ان شاء الله، ولو ده حصل هعينك مكان لومير. فبيقول له طب واللورد لومير هتعمل فيه ايه؟ فبيعرفوا انه هيديله منطقه اكبر من اللي هو ماسكها دلوقتي، وبيشكره للمره الثانيه، وبيدعوه انه يشارك في مجلس الحرب المره اللي جايه ويجيب اصحابه معاه، وبيسيبه بعد كده وبيمشي. في نفس ذلك الوقت بنشوف الاخ الاصغر واللي بيبقى اسمه فات، وبيعرفوا احد اتباعه انه قران اكتشف مؤامرته، بس ده بعد ما حصلوا على عدد كبير من الحجاره السحريه، وبيقول له ان في احتمال كبير ان يبقى النصر من نصيبنا. فبيقول له احتمال؟ انا مش هدخل قتال الا اذا كان النصر مضمون. وبيسالهم عن واحده اسمها ميري، فبيقول له احد الجنود ان هي تقريبا ماتت من كتر الشرب، وحتى لو عايشه فهي مش هتنفعنا عشان بقت مدمنه. فبيقول له دور عليها ويجيبها له في اسرع وقت. وفي اليوم الثاني بيروح اصحابنا الرئيس فرقه شادو وبيطلبوا منهم يدوروا لهم على اشخاص موهوبين، فبيوافق على طلبهم، وبعد كده بيسيبوه وبيمشوا، وهو طالع بتخبط واحده وبيقع على الارض، فبتعتذر له وبتسيبه وبتمشي، وبتدخل بعد كده للمطعم اللي شغال فيه رئيس الفرقه، وبيطلب منه يدور له على شغل، وبيكون عارف انه ولد بس متنكر في هيئه بنت، بس بيعرفها واحد من اللي شغالين هناك، وبيطلب منها تغادر المكان على طول، لكن رئيس المجموعه بيوافق على توظيفها. بتبدا الشغل بالفعل على طول، بس ما بتقدمش ولا طلب واحد صح، وبتفضل تشرب وهي بتشتغل. بيخلص اليوم وبيقعدوا ياكلوا، وبيسالها الرئيس هي كانت بتعمل ايه قبل كده، فبيتعرفوا انها كانت هي واخوها الصغير بيخدموا حاكم الاقليم، بس هو مات ومن ساعتها وهي في الشوارع وما معهاش فلوس حتى تشرب. بيعرض عليها رئيس المجموعه وظيفه احسن من دي، وبياخدها بعد كده وبيروح لبيت وبيتعرف ارس عليها على طول، وان هي اللي خبطته امبارح. بيقيم قدراتها واللي بتبقى قريبه من قدرات قران، وبتكون دي ميري اللي فاس بيدور عليها، وبتساله اذا كان هيوظفها او لا، بس اصدقائه كلهم بيحذروه بيقولوا له ما ينفعش تعين واحده زي دي عشان سمعتها سيئه في المدينه كلها، واخوها الصغير كمان ايد فاس اليمين وممكن تكون جاسوسه وبتسرب له المعلومات. بيقول لهم ارس انا راجل ديمقراطي وهاخد بنصيحتكم، وعشان كده هوظفها معانا، لكنها بتسبب مشاكل كتير يا صديقي، وما بيبقاش حد طايقها في البيت كله. بيدخلوا رين وبيعرفوا انها كانت نايمه طول النهار، ولما نزلت التدريب كانت بتشرب، ولما حاول يكلمها قالت له سكلات كامه، انا يتقال لي سكلات كامه. وبيدخل بعد كده روسيل وبيعرفوا انها كانت بتخليه يجري طول النهار، وفجاه وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت انفجار بره، ولما بيطلعوا بيلاقوها بتدرب شارلوت على استخدام السحر وبتفجر المكان. بيكون ارس متعصب جدا، بس هي بتعتذر له عن اللي حصل، لكن الجنود بيكونوا رافضين فكره انها تفضل معاهم في نفس البيت. بتطلب منهم انها تعمل معركه وهميه عشان تثبت جدارتها، ولو خسرت هتسيب المكان وتمشي. فبيوافق رين على الفكره على طول. بيعدي الوقت وبيجي اليوم الثاني وليشيا هي كمان بتحضر. بيجتمعوا وبيحطوا الخطه، وبيعرفهم ارس انهم هيتقسموا لفريقين، كل فريق فيه 50 واحد، وان القتال هيستمر حتى غروب الشمس، والفريق اللي هيقتل عدد جنود اكبر هيقدر
بيقضي على قائد المجموعه هيكسب، وهيستخدموا السيوف الخشبيه عشان ما يتعوروش، ولو اتضربت في صدرك او في راسك تبقى مقتول ولازم تنسحب من المعركه على طول. بتساله شارلوت اذا كان ممكن تستخدم السحر بتاعها، فبيعرفها ان السحر بتاعها ممنوع وهيستخدموا بداله قنابل صوت، ودي مش هتاذي حد فيهم. وبيقرر بعد كده انه ينضم لصف ميري، بس مفيش ولا واحد بيبقى عايز ينضم لها. بتبدا المعركه وبيشاهدها اهل القريه من فوق الجبل، وبتكون الفرق غير متكافئه، رين وشارلوت وروسيل والجنود في فريق، وميري وارس والمبتدئين في فريق تاني. وبتعرفوا ميري انه بالرغم من عدم تكافؤ الفرق الا ان عندهم فرصه للفوز، عشان هي هتستخدم الاستراتيجيات الخاصه بيها وهتحط لهم خطه. في الناحيه الثانيه بيبقى رين هو كمان حط خطه، وهم انهم هيتقسموا لوحدتين، الوحده الخاصه بيه ووحده روسيل، بس وحدته هتسبق وحده روسيل، ولو شك ان في كمين هيستخدم قنبله الصوت عشان يرجعوا لهم. وبيبداوا في تنفيذ الخطه بالفعل، بيدوسوا على فخ وبتنفجر قنبله الصوت. بيتحرك رين لاتجاه الصوت ده وبيلاقي بنت مستخبيه، وبتطلب منه انها تنضم لفريقه، وبتعرفه استراتيجيه ميري، وهي انها كانت عارفه انهم هيتقسموا وحدتين، وبعد كده هيطلقوا قنبله صوت ويستدعوكم للقلعه ويحبسوكم، ولما تحاول الوحده الثانيه انها تنقذكم هتنقض عليها وتخلص عليها في لمح البصر، وبكده يبقوا كسبوا المعركه. فبيقول لها رين مش ده اللي حصل، ارس عمره ما يوافق على فكره زي دي. بتقول له فعلا انت معاك حق، ميري طلبت مني ان اتظاهر بالخيانه عشان توقعكم. فبيقول لها وانت بتعترفي بحاجه زي كده ليه؟ بتقول له عشان انا بكره ميري وعايز اخونها، وهقول لك على الخطه الحقيقيه. وبتعرفهم الخطه الثانيه، وبتطلب منه انه يتظاهر ان هو واقع في الفخ عشان تستخدم قنبله الصوت الخاصه بيها. فبيقول لها تمام، بس هاتي لي القنبله دي عشان اضمن انك ما بتكذبيش. بتديها له، وبيؤمر رين بعد كده الجنود انهم يقبضوا عليها، وبيلاقوا معاها قنبله ثانيه، وبيقول لها حتى في دي بتكذبي عليا، ده انا هنفخك. المهم دلوقتي هم مش هيتحركوا من غير اشاره، وعشان كده احنا هنلف من وراهم ونضربهم. وبالفعل بيروح على هناك، بس بيكون ده فخ من ميري. بتقول له انت شجاع بس غبي، وقدرت اتوقع حركاتك بكل سهوله. فبيقول لها انت بتضحكي على ايه؟ انا مش عارف خطتك الحقيقيه، بس انا هفوز بمجرد ما اخلص على ارس. وبيكون رين فقد صوابه. بتقول له تمام، اللي حصلني يكسرني. وبتاخد ارس على ظهرها وبتطلع تجري، فبيطلع يجري وراها هو والجنود، وبيكونوا خلاص هيمسكوها. بس انت فاكر انها هتتمسك بالسهوله دي؟ لا والله، بتكون عامله لهم فخاخ في كل مكان يا صديقي، وبيقع كل الجنود في الفخاخ دي ما عدا رين. وبتدي الاشاره لارس وبيحدف عليه قنابل صوتيه، لكن رين ما بيتاثرش وبيفضل يجري وراهم. في الوقت ده بيبقى روسيل مش عارف الوحده الثانيه وصلت لفين، بس فجاه بيطلع عليه مجموعه المبتدئين، وهنا بيعرف روسيل ان ده نص العدد، وبيدي للجنود اللي معاه امر بالقضاء عليهم. لكن فجاه بتظهر نص المجموعه الثانيه من وراهم، وبتكون دي الخطه اللي ميري حطتها ليهم. بتاخد شارلوت روسيل وبيطلعوا يجروا، وبتنفجر فيهم قنبله صوتيه، وبتعرف ميري مكانهم من القنبله دي. وبيكون رين لسه بيجري وراهم، وعينه كلها بتطق اشارات، بس بتجري ميري باقصى سرعتها، ورين هو كمان بيحصلها. ايه الجمدان ده يا ابني؟ بتشوف ميري روسيل جاي من بعيد بيجري، فبتدي الاشاره لارس انه يرمي المجموعه الثانيه من القنابل، لكن ده ما بيوقفش رين وبيفضل يجري وراها مره ثانيه. بس ارس بيرمي اخر قنبله معاه، وبتقدر ميري انها تصيب روسيل، وبكده يبقى خطتها نجحت. ان كيدهن عظيم. بيرجعوا للبيت بعد كده، وبيعلن ارس ان الفوز من نصيب ميري، بس الجنود ما بيعجبهمش الوضع، وبيقولوا ان احنا كنا ممكن نفوز لو كانت المعركه عادله. فبيقول لهم رين ما فيش معركه عادله، ولازم نتقبل النتيجه دي. وبيعتذر لها بعد كده، وبيعترف ببراعتها، وبيقول لها روسيل انا كمان عرفت انت خليتيني اجري ليه. وكمان باقي الجنود بيطلبوا منها انها تعلمهم اكتر، فبتقول لهم ان كل دي توقعات واحنا فزنا بالحظ مش اكتر، بس انتم كنتم اجمد مجموعه شفتها في حياتي، وكل الفضل ده يرجع للشخص اللي جمعكم في مجموعه واحده، وانا واثقه في يوم من الايام انه هيبقى قائد عظيم. وبيفتكر كلام ابوه وهو بيقول له نفس الكلام، وبيقول فعلا انا لازم ابقى كده. وبيعملوا حفله بالليل، وبيبقى الكل فرحان، لكن روسيل بيبقى قاعد في جنبه وزعلان من اللي حصل. وبيقول لها انا فهمت ليه انت خليتيني اجري، ولو كنت جريت كمان شويه كان زماننا فزنا في القتال، بس انا كنت فاكر ان الخبير الاستراتيجي مهمته هو التفكير في خطط بس، لكن طلع ان ساحه المعركه لازمها حاجات كتير. بتقول له ميري انت لو مت في ساحه المعركه ده معناه ان عدد كبير من الجنود هيموت، وهي دي مهمه الخبير الاستراتيجي، مش لازم تتعلم القتال، بس لو مت مش هتقدر تستخدم عقلك. وبتقول لشارلوت بعد كده انها تهاجمه بالسحر عشان تخليه يجري اكتر واكتر. بيروح بعد كده رين وبيعتذر لارس انه خيب اماله وما قدرش يفوز في المعركه الوهميه، فبيقول له ارس ان انت لسه عندي بنفس الثقه. وبيساله عن اللي ميري قالته، بيقول له بخصوص انك تبقى قائد عظيم. بيقول له ارس ايوه. فبيقول له رين انا ما عنديش اي شك انك ممكن تبقى اقوى رجل في الامبراطوريه كلها، حتى اقوى من الامبراطور في نفسه، ولحد ما تبقى كده انا هفضل جنبك واساعدك. وبيخلص اليوم بتاعهم على كده، وتاني يوم بيجي لهم استدعاء من اللورد كوران، وبيعرفهم فيه انهم لازم يشاركوا في مجلس الحرب، وبيقرروا بعد كده كلهم انهم هيتجهوا لهناك عشان يشوفوا هيعملوا ايه. بيكونوا بالفعل متجهين لقصر اللورد كوران، وبتكون شارلوت وميري مش شاغلين دماغهم بالحوار ده خالص، وقاعدين فوق العربيه بيستمتعوا بوقتهم. وفجاه بيعدوا على محيط، وبتكون شارلوت اول مره تشوف ميه بالكميه دي في حياتها. بتنزل وبتشرب منه، بس بترجعه كله عشان بيكون مالح جدا. وبتسال ميري اذا كانت شافت بحيرات قبل كده، فبتقول لها انها سافرت اماكن كتير اللي فيه بحيرات واماكن جبليه وكل اللي نفسها فيه، وبتبقى هي كمان عايزه تزور الاماكن دي. فبيوعدها ارس انهم اول ما يخلصوا المعركه هياخدها ويلف بيها على الاماكن دي كلها. بتقول له ميري انت ما طلعتش سهل خالص، وبتقدر تسيطر على اتباعك وكمان تخليهم يحبوك. وقبل ما تخلص كلامها بيلاقوا شارلوت بتطلق هجمات عشوائيه في البحر، وبيطلع الصيادين بعد كده يجروا وراهم. بيوصلوا بالفعل لقصر اللورد كوران،
بيدخلوا لقاعة الاجتماعات واللي بيبقى فيه عدد كبير من النبلاء، وبيستغربوا ان ارس حضر الاجتماع ده، وبينادي عليه اللورد لومير وبيرحب بيه. وهنا بيدخل كوران وبيشكره انه قبل الدعوة وجه عشان يحضر معاهم الاجتماع، وبيسلم على ميري واللي بيكون واضح انهم عارفين بعض، وبيسالها عن سبب انضمامها لفريق ارس بالرغم من انه عرض عليها اكتر من مرة وهي رفضت. فبتقول له انها لقت الشخص المناسب عشان تنضم لفريقه، بس ده بيصير غضب كل اللي حاضرين، وبيقولوا له انها اخت توماس وده الدراع اليمين لفاس، والاكيد انها جاسوسة. فبيقول لهم مفيش مشكلة طول ما هي بتخدم ارس فانا مرحب بيها. بيحاولوا يعترضوا لكنه بيقول لهم ضيوف ارس ضيوفي، واللي هيعترض على الكلام ده هطير رقبته. فبيعتذروا على طول وبيدخلوا عشان يبداوا الاجتماع، وبيعرفهم كوران ان جيشهم بيتكون من 110,000 جندي، وده اكبر من قوات العدو بحوالي 20,000، بس ال 90,000 بتوعهم نينجا. ومش كده وبس، ده رؤساء المدن المحايدين بداوا ينضموا لفريقهم، ودي حاجه مش حلوه بالنسبه لنا، عشان كده انا عايز افكار تغير مسار الحرب دي وتخلينا نفوز على فاس. فبيعرض عليهم واحد انهم يستولوا على مدينه بيرتود عشان هي ثالث اكبر مدينه في الاقليم بتاعهم، ودفاعها ضعيف جدا بالنسبه للمدن الثانيه، وبكده هيضموا الاشخاص المحايدين. فبيوافق كل الاشخاص على الفكره دي، بس ارس له راي تاني وبيطلب من اتباعه انهم يقولوا ارائهم. فبتوافق ميري انها تتكلم، بس رين بيطلب منها تتكلم بادب عشان في عدد كبير من الناس حاضرين، بس زي ما احنا عارفين دي لسانها فلت منها، وبتقول لهم انتوا اغبى مجموعه شفتها في حياتي. بيتعصب كل اللي موجودين من كلامها، بس كوران بيهديهم وبيطلب منها تكمل. فبتقول لهم انتوا بالطريقه دي هتخسروا على طول، احنا عارفين ان الكثره بتغلب الشجاعه، بس هم ماسكه منكم، وفاس مستخبي ورا جنوده ومش هيتحرك خطوه الا اذا كان متاكد من نسبه الفوز 100%. بمعنى تاني انكم لسه ما متوش، ده صدفه مش اكتر، ولو دخلنا 10 قتالات هيفوز في 9 منهم. فكرني بقى انت كده عايز تعمل ايه؟ انت كنت بتقول انك عايز تهجم على مدينه بيرتود، طب ايه اللي هيحصل للمدينه اللي احنا فيها؟ لو انا مكان فاس بمجرد ما تخرجوا ههجم عليكم في نفس الوقت، وده هيخليكم عايزين ترجعوا عشان تدافعوا عنها، وبكده هتخسروا المعركتين والموضوع هيخلص بانضمام باقي الاشخاص المحايدين. بيتعصب كل اللي موجودين عليها، لكن كوران بيأيدها في الرأي وبيطلب منها تقول كل الافكار اللي عندها. فبتطلب مرسيل انه يتكلم مكانها، وهنا بيستغرب كل اللي موجودين ان في طفل بيتكلم. انا مش عارف هم جايين يعترضوا بس ولا ايه. فبيعرفهم ارس ان ده الخبير الاستراتيجي بتاع المنطقه بتاعته. فبيعرفهم روسيل انه فكر في كل اللي قالوه قبل ما يجي، وبيقول لهم حل مشكله غزو المدينه دي ان احنا نوهم العدو انهم هيتعرضوا للهجوم بمجرد ما يغادروا اسرهم، بس لازم نضم اقليم براديل لصفنا. فبيعرفهم واحد ان الاقليم ده اقسم بالولاء للامبراطور، وهم اكيد سمعوا عن خطه ميسان في الانفصال عن الامبراطوريه، وعشان كده عمرهم ما هينضموا لصفنا. فبيقول لهم روسيل انا عارف، وعشان كده لازم نلاقي وسيط يساعدنا في ده، والوسيط ده هو الامبراطور نفسه، واكيد هيوافق بمجرد ما نعرض عليه رشوه. بيقول له الشخص ده امبراطور البلاد واكيد مش هيوافق برشوه. فبيعرفوا رين ان الامبراطور طفل عنده 17 سنه، وان الاشخاص اللي حواليه هم اللي ماسكين السلطه، واكيد هيوافقوا بمجرد ما نعرض عليهم الفلوس. فبيوافق كوران على طول على خطتهم، وبيطلب من ارس انه يقوم بالمهمه دي، وبيقول للومير انه يساعده. بيكون متوتر بس اصحابه بيشجعوه. بيروحوا للبيت وبيكونوا مبسوطين ان كوران ادالهم مهمه زي دي، بس ارس بيبقى متوتر وخايف، وبيطلب من رين انه يروح للمهمه دي. فبيعرفوا رين ان العنصريه منتشره في الامبراطوريه، فبيقول لهم طب هنعمل ايه؟ فبتعرض عليه شارلوت انه يطلب مساعده ليشيا، وبالفعل ما بيصدق وبيروح على طول، وهي كمان بترحب بيه، والواضح كده انهم مدلوقين. وبيسالوا اللورد هاموند عن اخبار الحرب، فبيعرفوا انه جاي يناقش الموضوع ده مع ليشيا، وقبل ما يكمل كلامه بتاخده وبتمشي على طول. وبيروح لمكان بعيد وبتقول انها بتحب المكان ده جدا، وكمان بدات تتعلم منه وتكون صداقات مع اهل المدينه، وكانت بتعرف اخباره كلها من ابوها وحبته اكتر من الاول. وبتقرب منه والواد بيكون هيغمى عليه، بس بتقول ان في حاجه تانية عايزه اوريها لك، وبتوري له الزهور اللي هو اداها لها وهي ماشيه، وانها اعتنت بيها وعملت حديقه كامله. وبتساله هو كان عايز يقول لها ايه، فبيقول لها انه ده موضوع مهم ولازم ياخد موافقه اللورد هاموند الاول، بس هي بترفض وبتقول له ان هي هتاخد قراراتها بنفسها. فبيعرفها الخطه اللي هم عايزين يعملوها، وان هي اللي هتروح تتفاوض. فبتوافق على طول، بس بتقول له عندي شرط. بيتوتر عشان عارف ان طلباتها مش سهله. بيقول لها قولي اللي عندك. فبتطلب منه ان يتجوزها اول ما الحرب تخلص. بيقول لها هو ده وقته؟ بتقول له ايوه، انا قررت اتجوزك من اول يوم شفتك فيه. فبيفتكر كل اللي هي عملته عشانه، وبيعتذر منها عشان خلاها هي اللي تطلب منه كده، وبيعرض عليها انه يتجوزها دلوقتي عشان هو كمان حبها من اول يوم قابلها فيها، وعايزها تبقى جنبه في الايام اللي جايه عشان يقدر يحميها. فبتوافق هي كمان عشان عايزه تبقى جنبه وتساعده يعمل المدينه اللي هو نفسه فيها. وبيروحوا يقولوا لابوها، بس هو بيقول لهم انتوا لسه صغيرين على الكلام ده، لكن ليشيا بتبقى مصره على موقفها، وبتقول له انها هتتجوزه حتى لو هو ما وافقش. فبيبقى مش عارف يعمل ايه وبيضطر انه يوافق. وبيعملوا كمان الفرح بتاعهم، وبيعرفهم مازن ان الشخص اللي مسيطر على الامبراطوريه هو الوزير شاك، ومستعد يعمل اي حاجه تفيد مصالحه الشخصيه، وده مش خصم سهل بالنسبه لهم. بيقعدوا سوا عشان يحطوا الخطه، وبيقرروا انهم هيسافروا بالسفينه، وليشيا هي اللي هتقوم بالاتفاقات اللي بينهم. وبيتعرفوا ليشيا ان لومير هينضم لهم. بيسالها عن السبب، فبتقول له ان احنا قدامهم مجرد طفلين واكيد مش هيقدروا يثقوا فينا بسهوله، لكن لما يلاقوا لومير واقف في صفنا اكيد هيوافقوا على طول. بيطلبوا كمان من شارلوت انها تنضم لهم عشان هي اقوى ساحره
صغيره موجوده في المدينه، فبتوافق على طول انها تنضم لهم، وبيقرروا انهم هيتحركوا على طول. وهم ماشيين في السكه بيجي لهم ماز وبيعرفوا ان فاس بدا في التعاون مع الاقليم المجاور ليهم وهيعرف باقي المعلومات ويبلغهم بيها، وبيمشي على طول. بيبقى ارس قلقان عشان لو بداوا بالهجوم عليهم في مدينته اول واحده هتتضرر من الموضوع ده، بس ليشيا بتطمنه وبتقول له انهم لو قدروا يضموا براديل في صفهم هيبقوا اكتر منهم، وده هيخليهم يقدروا يهجموا في الناحيتين في نفس الوقت، وعشان كده لازم ينجحوا في المفاوضات دي. فبيشكرها على كل اللي هي بتعمله عشانه. وتاني يوم بيتجهوا لقلعه اللورد كوران وبيعرفهم ان فاس ضم اقليم جديد لصفه، فبتقول له ليشيا انهم عارفين وعشان كده لازم يتجهوا البراديل في اسرع وقت. فبيشكرهم كوران هو كمان على كل اللي بيعملوه عشانه وبيهنئهم كمان على زواجهم. بس بيدخل شاب صغير وبيبوظ اللحظه دي وبيقول له انت بقى ايس اللي هتروح تتفاوض مكاننا مش كده ولا ايه؟ فبيقول لابوه ان اسمه ارس مش ايس. بيساله ارس مين الشخص ده، فبيعرفه بنفسه واللي بيبقى اسمه مايك، وده يبقى الابن الاكبر لكوران. وارس كمان بيعرفه بنفسه ان هو اللي هيروح يتفاوض مكانهم. فبيقول مايك لابوه مش شايف انهم صغيرين على المفاوضات دي، فبيقول له كوران دي حاجه ما تخصكش واتكلم بادب مع ضيوفنا. فبيعتذر منهم وبيسيبهم وبيمشي على طول. وطبعا صاحبنا ما بيفوتش لحظه زي دي وبيقيم قدراته وهو خارج. بيطلب منه كوران انهم يتكلموا لوحدهم وبيسالوا عن قدرات مايك عشان هو طول عمره عايش كطفل مدلل وعايز يطمن عليه قبل ما يسيب له الحكم. فبيعرفوا ارس ان قدراته عاديه في الوقت الحالي بس عنده مواهب مش عاديه واكيد هيتطور في يوم من الايام. فبيقول له كوران طمنتني اروح انا بقى عشان ورايا شويه حاجات اعملها، وبيسيبه على طول وبيمشي. وبيروح اصحابنا يمشوا شويه في شوارع المدينه وبتكون ليشيا معجبه بشويه حاجات، فبيقرر ارس انه هيروح ويشتريها لها وبيقول لها دي هديه بمناسبه جوازنا. وبيروحوا بعد كده يركبوا السفينه عشان يتجهوا للامبراطوريه، بس فجاه بيلاقوا مايك معاهم على نفس المركب. بيسالوا ارس اذا كان قال لابوه، فبيقول له انا كبير بما فيه الكفايه عشان اخد قراراتي بنفسي، وكمان هو كان نفسه يروح للعاصمه فعشان كده هيروح معاهم. وبيكونوا كلهم مستمتعين بوقتهم الا هو عشان بيعاني من دوار البحر، بس فجاه بيلاقوا شويه اشخاص في مركب صغيره بيستنجدوا بيهم. فبيقرر ارس انه يطلعهم وبيشكروه على انقاذهم عشان هم بقالهم يومين تايهين في البحر. فبيعرفهم لومير ان المكان ده خطير وفيه قراصنه كتير. وقبل ما يخلص كلامه بيكون في واحد منهم ماسك شارلوت ومثبتها بالسكينه بتاعته، وبيقول لهم كل واحد يطلع اللي في جيبه، فلوس، تليفون، سجاير كليوباترا، بسكويت، اندومي، والا هيخلصوا على الرهينه دي. فبتقول لهم شارلوت هي فين الرهينه دي وبتستخدم سحرها وبتهجم عليهم بيه، وبعد كده بيربطوهم بالحبل. وبتقول لهم انتوا اخترتوا السفينه الغلط عشان تهاجموها. وبيقول لهم مايك انه هيسلمهم للفرسان اول ما يوصلوا، بس ارس بيقاطع كلامه وبيسالهم هم بيشتغلوا ايه عشان السكينه اللي كانوا مثبتين بها شارلوت عباره عن مقص سمك، وهم في الحقيقه اكيد مش قراصنه يعني. فبيعرفوا انهم كانوا شغالين صيادين في العاصمه، بس بعد كده اضطروا انهم يستلفوا قروض عشان يشتروا الشبك اللي هيصطادوا بيه والحاجات دي، وبعد كده اتراكمت عليهم الديون وما قدروش انهم يسدوها، فاضطروا انهم يستلفوا الفلوس دي من تاجر. ودلوقتي هو محتجز عائلاتهم عشان كده كان لازم انهم يجيبوا الفلوس دي حتى لو اضطروا انهم يسرقوا. فبيقول لهم مايك دي مش مبرر لافعالكم ولازم تتعاقبوا. وهنا ارس بيفك زراير الهدوم بتاعته وبيديها لهم وبيقول لهم دي تقدروا تبيعوها بشويه عملات ذهبيه. فبيقول له شخص منهم احنا مش مستنيين شفقه منك. فبيقول لهم دي مش شفقه، انا بديكم كارد عشان اساعدكم تسدوا ديونكم بس اكيد من غير فايده. فبيقول له مايك انت ازاي واثق فيهم كده، دول كانوا بيسرقونا من 5 دقايق. فبيقول له ارس ان كل سيد لازم يثق في شعبه عشان هم كمان يثقوا فيه. فبيقول له انت مغفل ومش هتكلم معاك اكتر من كده، وبيسيبه على طول وبيمشي. وبياخد كمان الاشخاص الحاجات دي وبيمشوا. بيعدي الوقت وبيوصلوا بالفعل للعاصمه، وبتكون الطبقات مختلفه بدرجه كبيره جدا. الفقير مش لاقي ياكل حرفيا، والغني عنده رفاهيات مش موجوده في اي مدينه تانية، وده كله بسبب الاشخاص اصحاب السلطه الفاسده اللي اهملوا شعبهم. وفي الوقت ده بتقول له ليشيا ان عندها شويه حاجات لازم تعملها الاول قبل ما يقابلوا شاك، وتاني يوم بيتجمعوا عشان يروحوا له. وبتوصل ليشيا واللي بتكون لابسه هدوم جميله جدا، بيسالها هي اشترت الهدوم والمجوهرات دي ليه، فبتقول له دي حاجه هتعرفها جوه. وبيتجهوا على طول القصر وبيقابلوا شاك، وصاحبنا بيقيم قدراته على طول واللي بتبقى قوته عاليه جدا وبيبقى عارف كل مخططاتهم. بيقعد اصحابنا وبيعرفوا مايك بنفسه وانه يبقى الابن الاكبر لكوران وجاي عشان يضمن نجاح المفاوضات دي. فبيقول له وجودك بالنسبه لي زي عدمه، مش هيفرق كتير، الحاجه الوحيده اللي هتفرق هي المبلغ اللي انتم هتدفعوه. وبتبدا ليشيا في الخطه بتاعتها واللي بتكون حاطتها وهم في السفينه، وبتعرفهم ان شاك كلب فلوس ولازم يدخلوا في صلب الموضوع على طول عشان ياخدوا قرار سريع. وبتعرفهم كمان ان معاهم 2000 قطعه ذهبيه، ولو طلب اكتر من المبلغ اللي معاهم هيضطروا انهم يرجعوا للمدينه بتاعتهم عشان يجيبوا الفلوس دي، وده هيأخرهم وممكن فاس في الوقت ده يسبقهم ويخلي براديل تتقلب عليهم. عشان كده لازم يحسسوا الطرف الثاني ان صفقتهم هي اللي رابحه، وهيبداوا بسعر منخفض. وبتعرض عليه في الوقت ده 500 قطعه ذهبيه. فبيقول لها انت جايباني هنا عشان تهزقيني ولا ايه؟ انا بتكلم هنا بالنيابه عن الامبراطور ومش هقبل باقل من 5000 قطعه ذهبيه. بتقول له انت اكيد بتهزر، ده اكتر من الدخل السنوي للمدينه بتاعتكم، والواضح كده من اللي احنا شفناه بره انكم مفلسين، عشان كده ايه رايك ب 800 قطعه ذهبيه؟ بيقول لها انا كده مضطر ان انا ارفض وبيسيبهم وبيبقى ماشي. فبتوقفوا ليشيا وبتعرض عليه 1000 قطعه
قطع ذهبيه، وبتقول له ان ده كل اللي معاهم، وبتبقى عارفه انه مهووس بالفلوس، واول ما يلاقيهم بيدوا له كل اللي معاهم هيضطروا انه يوافق، وبالفعل بيوافق. وبيسالوا ارس اذا كان الامبراطور هيتدخل في معاهدتهم مع براديل، بس فجاه بيتدخل مايك وبيبوظ كل ده، وبيقول لهم كفايه بخل لحد كده، احنا معانا 2000 قطعه ذهبيه، ادوا له المبلغ كله وخلصونا. بيتصدم الكل من اللي هو عمله، وبيقول لهم شكبه انتم عايزين تخدعوني، طب ما فيش صفقات معموله، وبيسيبهم وبيمشي. بيعتذر منه ارس وبيعرض عليه انهم هيدوا له ال 2000 قطعه ذهبيه كلها، بس هو بيقول لهم انتوا اهنتم رئيس وزراء الامبراطور، ولازم تدفعوا ال 2000 اللي معاكم متعوض عن الاهانه اللي انتم عملتوها لي. وبيسيبهم وبيمشي، وبيقول لهم مايك كده يبقى احنا لازم نرجع للمدينه عشان نجيب فلوس تانية. فبيقول له ارس احنا كدبنا في الميزانيه عشان ما نعملش كده، انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ فبيقول له مايك انهم لو عرضوا ال 2000 قطعه ذهبيه من الاول كان وافق على طول. فبيقول له ارس انهم لو كانوا عرضوا المبلغ ده كله من الاول كان هيطلب اكتر منه، لكن ليشيا بتهديهم وبتقول لهم اللي حصل حصل، وبتروح تجري ورا شاك وبتعتذر له وبتخلع كل الهدوم والمجوهرات اللي معاها وبتديها له، وبتقول له ان دول ثمنهم اكتر من 500 قطعه ذهبيه. فبيقبل اعتذارهم وبيوافق على طول انه يساعدهم، وبيسالهم عن نيتهم في الاستقلال عن الامبراطوريه. فبيعرفوا مايك ان ده فعلا حقيقي وهم بيسعوا للاستقلال. فبيقول لهم مش مهم، انا اهم حاجه بالنسبه لي الفلوس، استعدوا بقى عشان تقابلوا حكام مدينه براديل. وبيسيبهم وبيمشي، وبيرجعوا للبيت وبيشكرهم ارس على كل اللي هم عملوه، وانهم قدروا يتغلبوا على المشاكل اللي قابلتهم. فبتقول له ليش يا مشاكل؟ يعني ايه مشاكل؟ انا اللي خططت لكل ده. بيقول لها يعني ايه؟ فبتقول له ان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ما كانش تنزيل السعر، احنا كنا عايزين نوصل لحل سريع، ولو مايك ما كانش كشف ميزانيتنا ما كناش هنقدر نكمل الصفقه دي، عشان انا عملت اكتر من بحث عن شاك وعرفت انه بيدور على ثغره عشان يطلب بيها رشوه، ومايك اداله الثغره دي بكل بساطه، وما كانش عندنا الوقت ان احنا نرجع للمدينه مره تانية عشان نجيب الفلوس، عشان كده اشتريت الهدوم والمجوهرات اللي كنت لابساها، وكنت عارفه ان الشاك مش غبي عشان يصدق كلامنا بكل سهوله، لكن لما يستغل ان احنا كشفنا الميزانيه هيوافق باي مبلغ اضافي، وده مش هيخليه يشك فينا. بيقول لها ارس ايه الحلاوه دي؟ انا متجوز هتلر ولا ايه؟ بس مايك بيتعصب من كلامهم وبيقول لهم انتم شويه كدابين وانا مش هقدر اشتغل معاكم، وبيسيبهم وبيطلع يمشي. بيجي ارس رايح عشان يشوف ماله، بس لومير بيوقفه وبيقول له سيب لي انا الموضوع ده. بيطلع له وبيساله عن السبب اللي خلاه يتضايق، فبيقول له ان عاش طول حياته كابن نبيل وبيفتخر بكده، وبالرغم من ان المفاوضات دي نجحت بس كانت مبنيه على اكاذيب من الاول، وده يخلينا اشك في ولائهم للدوله. فبيقول له لومير كلامك كله غلط، انت فعلا اتولدت كابن نبيل وما احتجتش انك تكذب او تجامل حد، وهم مستواهم في السلطه اقل منك بكتير، وده بيخليهم دايما يفكروا في اي حاجه عشان يحموا شعبهم حتى لو هيضطروا انهم يكذبوا، ونجاح المفاوضات دي اكبر دليل على ولائهم للدوله. بيتعصب من كلامه وبيسيبه وبيطلع يجري، وبيكون ارس شايف كل اللي حصل. بيطلع للورد لومير وبيساله عن اللي حصل، فبيعرفوا ان مايك صادق زياده عن اللزوم ولازم يتعلم شويه خبث عشان يقدر يحكم شعبه. بيعدي الوقت وبيجي الاسبوع اللي بعده، وبيروح ارس واصحابه عشان يقابلوا رؤساء مدينه براديل، وبيكون مايك مختفي من الوقت اللي اتخانق معاهم فيه وما ظهرش غير في اليوم ده، وبيدخلوا عشان يعملوا الاتفاقيه. وبيقول لهم رئيس الوزراء عايز اسالكم سؤال، في شائعات بتقول انكم ناويين تستقلوا بالفعل عن الامبراطوريه، هل ده حقيقي؟ بيحاول ارس يتكلم بس هو بيوقفه، وبيقول له الاستقلال عن الامبراطوريه دي خيانه عظمى ومش هنقبل بيها مهما كان الثمن، ومحدش هيجاوبني عن السؤال ده غير مايك. فبيقول له مايك استقلال؟ مين اللي قال كده؟ بس هو اللي بيسعى للاستقلال ده. بيبقى الكل مصدوم من اللي هو قاله، فبيقول له رئيس الوزراء طمنتني كده يبقى نتعاون واحنا مطمنين. بيرجعوا للبيت وبيبقوا مبسوطين ان الاتفاق تم على خير، وبيبقى كل ده من تخطيط ليشيا، وبنعرف ان مايك راح لهم في اليوم اللي اتخانق معاهم فيه بالليل واعتذر لهم عن كل اللي هو عمله، وبيكون عايز يكفر عن اخطائه، وبيسالها هيعمل ايه، فبتقول له على الخطه بتاعتهم، وهو انه يروح كل المناسبات اللي موجوده في العاصمه ويحضرها، عشان هي كانت عارفه ان الشائعات انتشرت بخصوص التفاوض اللي كان هيبوظه بسبب صراحته الزايده، واكيد كمان هيبقى معروف انه ما بيكذبش، فعشان كده حكام مدينه براديل ما سالوش حد غيره. فبيشكروا ارس على اللي هو عمله، وبيشكروا مايك كمان على كل اللي هو عمله عشان اهل المدينه، وبيمديله ايده عشان يتعاونوا سوا وياسسوا مملكه كبيره، وبيبقى الكل في منتهى السعاده. بيوصلوا بعد كده لقصر كوران، وبيهنئهم على نجاحهم في المهمه، وبيسال مايك هو كان معاهم بيعمل ايه، فبيعتذر منه عشان هو راح من غير ما يقول له، وانه في رحلته دي ادرك ان في حاجات كتيره ناقصاه عشان يحكم الدوله، وانه هيروح كمان عشان يتدرب ويزود مهاراته، وبيعرف ارس ان قدرته زادت، وبيكون كوران كمان فرحان انه اتغير، وبيكافئ كل واحد فيهم ب 100 قطعه ذهبيه، وبيقول لهم بعد كده انه قرر الهجوم على مدينه الفر، وبيطلب من ارس ولومير يجهزوا جنودهم في خلال شهر. وبالليل بيبقى ارس واقف لوحده وقلقان من الحرب دي، بتجيله شارلوت وبتطمنه، وبتعرفوا ان هي ورينا هيبقوا معاه ويحموه. بيقول لها انا فعلا مرعوب من الحرب دي، بس لو ما دخلتهاش مش هبقى قوي زي ابويا، عشان كده لازم ادخل الحرب دي بنفسي. بيعدي الوقت وبتكون ميري عماله تدرب روسين، ويرين هو كمان بيساعدهم في شغل البيت، واول ما بيفتكر ارس بيبقى خايف لا يكون حصل له حاجه وعايز يروح يطمن عليه، فبتقول له ميري ان ارس طلب منه انه يعتني بالبيت وهو لازم يعمل كده لحد ما يرجع، وبتكون لسه ما خلصتش كلامها وبيكون ارس رجع للبيت. بيقعدوا يتعشوا وبيحكي لهم ارس عن اللي حصل، وانهم لازم يغادروا البيت بالجنود خلال يومين، وبياخد ليش بعد كده وبيمشيها في المدينه، وبيعرف اهل المدينه انه هيروح في الحرب دي، وبيبقوا قلقانين عليه، بس ليش بتطمنهم وبتقول لهم ان رين وشارلوت هيروحوا معاه، وبيطلعوا بعد كده وبيبقوا مروحين، بس هو بيقول لها ان في مكان لازم يروحوا الاول، وبيروح عند قبر ابوه، وبيحكي له هو كمان عن كل اللي حصل،
وانه رايح دلوقتي عشان يخوض معركته الاولى، وده بعد ما منعه المره اللي فاتت. وبيسالوا انا دلوقتي عندي وش محارب ولا لسه بيبي فين. وبيوصل اصدقائه هم كمان وبيكونوا جايين عشان يزوروه، وبيوعدوه ان هم هيعملوا كل حاجه عشان يحموا ارض. وبيبداوا تاني يوم التجهيز على طول، وبتيجي ليشيا وبتودعه وبتقول له خلي بالك من نفسك، وهو بيوعدها انه هيرجع منتصر ان شاء الله. يعني بيتجمعوا في ساحه كبيره وبيكون كل قائد منطقه جمع جنوده، وبيطلع قران وبيشكرهم انهم اتجمعوا عشانه، وبيعرفهم كل تفاصيل الحرب اللي هيعملوها، وبيوعدهم هو كمان انهم هيرجعوا منتصرين. بيتجهوا بالفعل لساحه المعركه، وبيبقى ارس لسه متوتر، فبيقول له روسيل ان عمل شويه خطط هتهزم اي خطه العدو حاططها. وبتقول له شارلوت الخطط دي ملهاش لازمه، انا هدمرهم كلهم بسحري. ورين كمان بيقول له ان جنودهم مدربين احسن من اي جنود تانية، والكل بيبقى واقف جنبه في اللحظه دي، وبيستعدوا كلهم عشان يبداوا الهجوم على القلعه. لكن قبل ما يبداوا بالهجوم بيرفع جنود الفرد رايات الاستسلام، وبيفتحوا لهم البوابه عشان يدخلوا. بيسال ارس قران عن اللي حصل، فبيقول له ان هم اكيد لاحظوا عدد جنودنا الكبير، فقرروا الانسحاب عشان يوفروا الخسائر اللي هتحصل. وبيقرروا بعد كده انهم هيهاجموا قلعه بيرتول، بس توماس بيكون سبقهم لهناك، وبيعرف رئيس القلعه ان هو اللي هيتولى المهمه دي، وهيفوزوا بالحرب دي حتى لو خسروها. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له مش لازم تفهم دلوقتي، كل حاجه هتعرفها في وقتها. وبيسيبه وبيمشي. بتبقى بنته واقفه وسامعه الحوار ده كله، ودي بقى اسمها سيلينا، وبتقول له انت ما ينفعش تخليهم يقللوا منك كده، انت مهما كان رئيس مدينه كامله وارواح شعبنا كلها في ايدك، وانت رايح تسلم القتال لحد تاني. فبيقول لها ان المعركه دي هتبقى خطيره جدا، وتوماس عنده خبره اكتر مننا، وعشان كده هو هينفذ اوامره ويتبع خطته، وهيروح عشان يحمي الحصن التاني. فبتقول له تمام، لو انت مش هتقدر تحميها فانا هقف بدالك انا واحميها. في الناحيه التانيه بيبقى اصحابنا بيحطوا الخطه، وبيعرفهم روسيل ان في 3 حصون حوالين القلعه، وكل حصن هيبقى فيه 1000 جندي، واحنا جيشنا الحالي مكون من 12000، فهنتقسم ل3 مجموعات، وهنخلي كل مجموعه تهجم على الحصون في نفس الوقت. فبيقول لهم قران تمام، القوات اللي معايا هتستنى قدام القلعه، وبمجرد ما نستولي على ال3 حصون هنتجمع ونهجم على القلعه مره واحده. وبيقول لارس ولومير انهم هيهجموا على الحصن الرئيسي، وبالفعل تاني يوم بيبداوا يحطوا خطه عشان يستولوا بيها على الحصن. وبيقترح عليهم روسيل انهم يبعتوا شخصين عشان يشوفوا مواقع تمركز الجنود، وده هيخليهم يستولوا عليها بشكل اسرع. فبتقول له ميري خطتك ناقصه حته، انت لازم تحط نفسك مكان العدو وتعرف هو بيفكر ازاي، لو انت مكانه هتعمل ايه. فبيقول لها مجرد ما الجيش التاني يهجم على القلعه هحاصره من الناحيه التانيه واخلص عليه، وعشان كده احنا لازم نبعت مجموعتين استكشاف من كل ناحيه. في تلك الاثناء بتبقى سيلينا واقفه في الحصن الرئيسي، وبتراقب تحرك قوات العدو، وبتستعمل قوتها وبتعمل جدار حاجز. بس شارلوت بتقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، وبتجمع السحرة التانيين وبيهجموا بيها على الحصن، لكن مفيش اي حاجه بتحصل، وده لان شارلوت لسه ما اطلقتش هجمتها. بتجمع كل قوتها وبتهجم على الحاجز ده وبتكسره، لكن مفيش ثواني وبتجدد الحاجز ده مره تانيه. يا حلاوه، ده الواضح ان سيلينا عندها قوه سحر جامده. بيأمرهم لومير في الوقت ده انهم يجيبوا كل الادوات السحريه اللي معاهم، وبتعرفهم واحده ان الجنود اللي بيستكشفوا الجبل رصدوا مجموعه مكونه من 1000 شخص هتهجم عليهم. فبيدوا لومير الامر ل 2000 جندي انهم يروحوا يهجموا عليهم، لكن قبل ما يخلص كلامه بتقول له البنت دي ان الجنود عددهم 10000 مش 1000 واحد. فبتقول لهم ميري ان دي خطه واحد دماغه عاليه. بيسالهم ارس هم المفروض يعملوا ايه دلوقتي. فبيقول له روسيل احنا مش هنعرف نتحرك، عشان لو نزلنا قواتهم هتقابلنا وهم عددهم اكبر مننا، وما فيش قدامنا حل غير ان احنا نستولي على الحصن الرئيسي، ولو ما قدرناش ناخده هنتهاجم من الناحيتين وهيخلصوا علينا برضه، لكن لو قدرنا نستولي عليه هنستنى دعم قران ونهجم عليهم احنا من الناحيتين. فبيسالهم لومير قدامهم قد ايه ويستولوا على الحصن ده. فبيقول له مجموعه من الصحراء مش اقل من نص يوم. فبيقول لهم خلاص ما قدامناش حل غير ان احنا ننسحب ونقلل الخسائر بقدر الامكان. فبتقول له ميري مش هينفع عشان هم وضعوا خطه جامده. وهنا بيقول لهم ارس ان احنا قواتنا مش عاديه، وبيسال رين اذا كان يقدر يعطل تحرك الجيش بتاعهم لنص يوم. وفي الوقت ده بيفتكر رين كل اللي هو عمله عشانه، وبيقول له انه يقدر يصدهم ليوم كامل. وبتقول له شارلوت احنا مش محتاجين نص يوم ولا حاجه، انا هوقع لك الحاجز ده في ساعه واحده. وبيبقى كل الجنود مصدومين من اللي هم عايزين يعملوه، بس بيضطر لومير انه يوافق. بيتحرك رين بالفعل وبيحط خطه عشان يهجموا على الجنود من الناحيتين، واول ما الجنود بيشوفوه بيكونوا مرعوبين عشان هو معروف بحصد الارواح وهيخلص عليهم كلهم في ثانيه واحده. وبالفعل بيبدا الهجوم عليهم وبيقتل عدد كبير منهم. وفي الناحيه الثانيه بتبقى شارلوت عماله تكسر الحاجز كل شويه بس بيرجع يتجدد مره ثانيه. وبتكون الحرب دي معتمده على اللي سائله السحر هيخلص الاول، واللي اكيد قوات العدو عاملين حسابهم في عدد كبير من السائل ده. وبتفعل سيلينا تعويذه ثانيه وبتحصن الحاجز ده اكتر من الاول. بتطلب منهم شارلوت في الوقت ده انهم يدوها كل السائل السحري اللي معاهم عشان هتستعمل تعويذه تدمر الحاجز ده كله، بس التعويذه دي بتبقى خطيره وبتهدد حياه الشخص اللي بيستعملها. وبيبقى ارس قلقان عليها، بس شارلوت بتطمنه وبتقول له انها هتدمر الحاجز ده مهما كان الثمن عشان هو اللي ساعدها في اكتشاف قوتها، ولو اغمى عليها فهو هيكون جنبها لحد ما تفوق مره ثانيه. وبتفعل شارلوت كل قوتها وبتلقي التعويذه، واللي بتكون عباره عن عدد كبير من الكرات الناريه. بتحاول سيلينا انها تصد الهجمه لكنها ما بتقدرش وبتتكسر كل الادوات السحريه اللي معاها، وبيقع السائل السحري بتاعها على الارض. وبتقدر شارلوت انها توقع الحاجز ده، وبعد كده بيغمى عليها. وبيوصل رين هو كمان في الوقت ده وبيكون خلص على كل الجنود التانيه، وبكده يبقوا استولوا على الحصن الرئيسي. وبيعرف توماس ان اصحابنا استولوا على الحصن. في الوقت ده بيهنيهم قران على اللي هم عملوه، وبيعرف ان دي سيلينا بنت حاكم المدينه. بيسالوا ارس هو هيعمل فيهم ايه، فبيقول له انه هيعدمهم كلهم عشان لو فضل محتفظ بيهم كرهائن هيستهلكوا
هيستهلكوا كتير من الامدادات اللي معاهم وهيعطلوهم في الحركه وممكن يتقلبوا عليهم في اي لحظه ويهاجموهم. وبتقول له سيلينا اللي انت بتعمله ده صح، اقدمنا كلنا دلوقتي عشان لازم نتحمل مسؤوليه فشلنا في حمايه الحصن، وانا مستعده للموت بصفه القائده بتاعتهم. بيدرك صاحبنا ارس ان دي هي الحرب وكلهم مستعدين يموتوا في اي لحظه، بس انت فاكر انه هيسيبهم يتعدموا؟ قول معايا يا صديقي. لا والله. بيروح لكوران وبيقول له انهم استسلموا وما ينفعش نعدمهم. فبيقول له كوران انا فاهم شعورك بس برضه ما ينفعش نسيبهم عايشين عشان هيبقوا خطر بالنسبه لنا. فبيقول له اعدامهم هو الخطر الحقيقي. انت ايه غرضك اصلا من الحرب دي؟ مش عشان توحد اقليم ميسان؟ هم صحيح اعدانا بس برضه ابناء اقليم ميسان زينا، ولو قتلناهم هنشعل حرب كبيره ومش هنقدر نوحد البلاد حتى لو فزنا مره تانية، عشان كده لازم نلاقي حل تاني. فبيقترح عليهم روسيل ان ارس يقيم قدراتهم كلهم ويضم اللي عنده مهاره في جيشهم، واللي هيرفض ينضم لنا هناخد اسلحته ونوديه للقلعه ونبدل بيهم الرهائن اللي هناك وبكده يبقى الطرفين كسبانين. فبيوافق كوران على طول على الفكره دي. وبيروح صاحبنا ارس بعد كده لسيلينا وبيقول لها انت سيده شعبك ولازم ما تتخليش عن مسؤوليتك بصفتك القائده بتاعتهم، ولسه عندك دور تاني وهو انك تودي الجنود دي للقلعه بتاعتكم. وواجب السيد ما بينتهيش بمجرد ما يخسر، لازم يحافظ على اراضيه ويستعيدها. ممكن نكون اعداء دلوقتي لكن في يوم من الايام ممكن نبقى اعز اصدقاء. بتشكره على شعوره تجاههم بس ده برضه ما بيغيرش فكرتها عن الموت بشرف. بتجيلها شارلوت وبتكون فائد وبتسالها اذا كانت هي مستخدمه السحر ده عشان كل اللي هي تقدر تعمله انها تطلق سحر الهجوم، لكن ما بتقدرش تستخدم سحر الدفاع اللي سيلينا استخدمته وقدرت تحمي اصدقائها. بتتاثر من كلامها بس ما بتعرفش تقول لها ايه. وبيقول لها كوران ارجعي للقلعه واسال ابوكي اذا كان هيفضل مساند لفاسا وهينضم لفريقي وقدامكم مهله 24 ساعه. بيرجع صاحبنا للاوضه بتاعته بعد ما بيقيم كل الجنود وبيكون ماز مستنيه جوه وبيقول له ان عنده خبرين. الخبر الاول ان القلعه اللي هم هيهجموا عليها محصنه بدرجه كبيره ولو ما قدروش يخترقوا الباب بتاعها مش هيعرفوا يدخلوا، والواضح ان توماس بيساعدهم في الحرب دي. فبيقول له انه هيروح يقول التفاصيل دي للورد كوران. في الناحيه الثانيه بتبقى سيلينا رجعت مع الجنود وبتعتذر لابوها عشان فشلت في حمايه الحصن وبتبقى مستنيه منه انه يعاقبها، لكنه بيحضنها على طول وبيبقى فرحان عشان رجعت له بالسلامه. بتقول له انت مش الشخص اللي انا اعرفه، الشخص اللي اداني السلسله دي على الاقل كان هيهزاني على فشلي ده. ايه اللي حصل لك بالظبط؟ بيعدي الوقت وتاني يوم بيكون اللورد كوران وجيشه مستنيين بره القلعه عشان يهجموا عليها، وبيكون الجنود اللي في القلعه واثقين من نفسهم ومتاكدين انهم مش هيقدروا يخترقوا البوابات دي. بيجهزوا المدافع بتاعتهم وبيبداوا الهجوم، لكن مفيش اي حاجه بتحصل وبتتفتح البوابه على طول. بيروح شخص عشان يقفلها لكن ماز بيثبته وبيقول له انا عندي اوامر ان انا افتحها. وبيبقوا حطوا الخطه دي في اليوم اللي قبله بعد ما اقترح عليهم روسيل انهم يبعتوا ماز عشان يفتحها وانه هيروح وسط الجنود في عمليه تبادل الاسرى، وبكده محدش هيلاحظ وجوده اصلا. نرجع بقى للواقع وبيروح جندي وبيعرف سيلينا ان البوابات اتفتحت. فبتقول له طالما ما خسرناش يبقى هنقاتل بكل قوتنا، بس الجنود كلهم بيكونوا استسلموا بامر من ابوها. بتستغرب من اللي هو بيعمله وبتفتكر الماضي بتاعها لما كان بيرجع من الحروب منتصر وبيحكي لها عن كل اللي حصل في الحرب. وفي يوم من الايام اداها السلسله اللي هي لابساها واللي بتبقى اصلا بتاعته وان هي بترمز للشجاعه، وبيقول لها ان دي اهم صفه في الحرب. لكن بعد الخلاف بين فاس وكوران اتغير 180 درجه عن الاول وما عادش ابوها اللي هي تعرفه. بتروح له وبتساله هو عامل كده ليه، فبيقول لها خدي الجنود واهربي من هنا، بس هي بتقول له انها مش هتعمل كده عشان مش عايزه تبقى زيه وهتقف تدافع عن القلعه. بيدخل توماس وبيقطع كلامهم وبيشكرها عشان وفرت له وقت وهي بتدافع عن الحصن، وبيعتذر لابوها عشان ما قدرش يدافع عن القلعه. فبيقول له ما حصلش حاجه، انا قلت لك هنفوز حتى لو خسرنا. وبيديله محفز لسحر الانفجار وبيعرفه انه نصب افخاخ في كل مكان في القلعه وعايزهم يتظاهروا بالاستسلام ويستدرجوا اللورد كوران لجوه ويستغل وجوده ويفجر القلعه كلها. فبيقول له تمام هنسيب القلعه. بيقول له انت بتقول ايه؟ كلكم هتفضلوا هنا وتنفجروا معاهم، ولو لقوا المكان فاضي هيشكوا في الموضوع، وزي ما انت عارف اللورد فاس ما بيقبلش بالهزيمه وبيديله المحفز لكنه بيسيبه بيقع على الارض وبيكسره برجله. وبيقول له انا مش هقدر اسمع كلامك اكتر من كده عشان انا بكده باذي شعبي وانا ما كانش ده هدفي من الاول. فبيقول له تمام براحتك استحمل اللي هيجرالك، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح واحد من الحراس عشان يهجم عليه لكنه بيصد هجمته وبيوقعه على الارض. وبيدخل بعد كده اللورد كوران وبيعتذر له عن كل اللي هو عمله وبيقول له تقدر تعاقبني انا عشان انا اللي امرت الجنود بكل اللي هم عملوه، بس كوران بيعمل عكس كده وبيدعوه عشان ينضم لجيشه فبيوافق على طول. في ذلك الوقت بيكون توماس بيراقب اللي بيحصل وبيفعل المحفز بتاعه لكنه بينفجر في مكان تاني. وبيدخل مازو وبيكون نجح في الخطه اللي روسيل حطها له وهو انه نقل الافخاخ كلها لبره القلعه. فبيقول لهم رئيس القلعه بس انا دمرت المحفز ده بنفسي. فبيقول له مازو ان هو اكيد عنده اكتر من واحد. وبتسالهم سيلينا عرفوا ازاي ان القلعه مفخخه. فبيقول لهم روسيل انا شكيت ان في حاجه غلط في الموضوع عشان عددنا كان كبير واحنا بنهجم عليكم وكان الاولى انكم تسلموا الحصن من غير حرب، لكن بالرغم من كده كنتم بتكسبوا وقت. واحنا هنا بنتكلم عن توماس ايد فاس اليمين وهو مستعد يعمل اي حاجه عشان يكسب الحرب، وكنت شاكك انه هيعمل اي حاجه حتى لو يقتلنا كلنا عشان يكسب الحرب دي. عشان كده طلبت من ماز يتاكد من الموضوع وينقل كل الافخاخ. وبيعتذر لماز عشان
حطه في الخطر ده. فبيقول له مفيش مشكله، طول ما انت هتدفع فانا راضي، ما انت دافع بقى. فبيساله ارس هو ما قالهمش ليه على كل ده، فبيعتذر منه. وبتقول له ميري هو ما كانش عايز ياثر على الجنود عشان مجرد شكوك في دماغه. وبتقول له انت اتطورت كتير وحطيت نفسك كمان مكان العدو، والواضح كده انك هتبقى خبير استراتيجي ما شفت زيه قبل كده. وبيبقى الكل في منتهى السعاده. وبتيجي الخدامه وبتعرف ليشيا الاخبار وان ارس انتصر في معركته الاولى، فبتقول لها احنا كناس راقيه متعودين على الانتصارات دي. فبتعتذر منها الخدامه وبتسيبها وبتطلع على طول. لكن جنان البنات بيطلع في الوقت ده يا صديقي، وبتقعد ترقص وتتنطط من الفرحه. امال فين الناس الراقيه؟ في الناحيه التانيه بيهنيهم كوران على الانتصار اللي هم عملوه، وبيديهم 3 ايام اجازه عشان يستريحوا، وكل واحد بيحتفل بطريقته الخاصه. بتروح ميري وبتفضل تشرب، وشارلوت في الناحيه التانيه ما بتبطلش اكل، وروسيل كمان بيروح للمكتبه، وارس ورين بيطلعوا يتمشوا في المدينه، وبيلاقوا ناس كتيره متجمعه. بيسالوا ارس عن السبب اللي هم متجمعين عشانه، فبيقول له رين ده اكيد تاجر بخور. بس فجاه بيلاقوا منطاد صغير طاير فوقهم، لكن العين فلقت الحجر يا صديقي، وبيلاقوا المنطاد ده واقع على الارض ومتكسر 100 حته، وصاحبه بينهار على طول. وبيطلع لهم لعبه تانيه، وبيقول لهم ان دي بتشتغل بالحجاره السحريه. بيسالوا ارس عن ثمنها، فبيقول له ان دي مقابل 3 عملات ذهبيه بس. بيوافق ارس على طول انه يشتريها، وبيتصدم الكل اول ما بيسمع سعرها. وبيقول له رين ان اكيد الشخص ده بيضحك عليه، وان الفلوس دي تشتري قمح لمده سنه كامله. فبيقول له ارس ان اللعبه دي متعوب عليها ومعموله بدقه استثنائيه، وبيستخدم عينه وبيحاول يشوف قدراته. لكن بيحصل حاجه غريبه وكل المعلومات بتبقى مشوشه. بيستخدمها على رين لكنها بتنفع عادي، وبيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل معاه ده. بيرجعوا للقصر وبيبدا كوران الاجتماع عشان يحط خطه للمعركه اللي جايه، وبتبقى المدينه اللي عليها الدور هي فرزود، وده بعد ما استولوا على سمبلار، والعدو كده لسه مسيطر على منطقتين. وبيقول لهم ان فرزود فيها جنود كتير ومستعدين للحرب في اي وقت، ودي هتبقى من اصعب المعارك بالنسبه لهم، ولو استولوا عليها هيبقوا قلبوا كل الموازين. فبيقول له لورد لومير ان فرزود في منطقه ثلجيه والشتاء خلاص على الابواب، وعشان كده لازم يستولوا عليها في اسرع وقت قبل ما الشتاء يجي. فبيقول له كوران انا عارف كده، وعشان كده هنتقسم لوحدتين، وحده هتروح تسيطر على اقوى قلعه بتحمي المدينه، والوحده التانيه هتروح للقلعه التانيه، ولو قدرنا نسيطر عليهم هيبقى استولين على فرزود. وبيدي امر لارس ولومير انهم بيستولوا على القلعه الكبيره. بيقعدوا بعد كده عشان يحطوا الخطه، وبيعرفوا لومير ان القلعه دي من اقوى الحصون، واكيد فاس مزود الحراسه فيها. وبيوصل لهم خبر ان رئيس القلعه واقف ان هو يتكلم معاهم، وبيقول له لومير اكيد لوبا هو القائد بتاعها. بيسالوا ارس اذا كان يعرفه، بيقول له لومير لا، بس هو قائد قوي، وكوران حاول يضمه اكتر من مره لصفه. فبيقول له طب مين اللي هيروح دلوقتي؟ بيقول له لومير انا لو رحت هيبقى ماليش لازمه، عشان حاول يعمل معاهم مفاوضات اكتر من مره لكنه رفض، وانت اللي هتروح دلوقتي. وبالفعل بيتجه تاني يوم للحصن بتاعه، وبيعرف ارس بنفسه، لكن الجنود بترفع عليهم السلاح على طول. بيصد رين كل هجماتهم، وبترفع الجنود اللي معاهم الاسلحه كمان، وبتامرهم جنود القلعه انهم يرموا اسلحتهم، بس رين بيكون رافض، وبيقول لهم احنا مجرد ما نرميها هيقتلونا على طول. بتقول له ميري لا، لو عملوا كده لومير هيهجم بكل قوته وينتقم لنا، ودي حاجه مش في صالحهم، وهم كمان ما يقدروش يخلصوا على الشخص اللي رايح يتفاوض عشان دي تعتبر جريمه دوليه. بيقول لها رين ممكن هم بيعملوا كل ده عشان يستدرجونا لجوه ويخلصوا على ارض. بتقول له ميري بالطبع لا، الحصن ده هو اقرب حصن من جنودنا، وبالرغم من كده اتاخروا على ما بعتوا رساله، واكيد في سبب لكده، والجنود باين عليها عدائيه بشكل كبير. فمن سبع المستحيلات ان ده يكون فخ. وبيرمي ارس سلاحه وبيقرر انه يدخل جوه، وبتتفتح البوابه على طول. بيدخلوا لجوه وبيقابلوا لوبا، وبيعرفهم بنفسه، وبيقول لهم هنكمل كلامنا في قاعه الاجتماعات. بس ارس وهو طالع بيتكعبل في السلم، وبتوع اللعبه اللي اخدها من الواد من جيبه، وبتتفتح وبتتحرك على طول، وبيتفعل طاقتها السحريه وبتنطلق في المكان كله، وبتعطل بعد كده وبتقع في ايد لوبا. بيسالوا ايه ده، فبيعرفوا ان دي لعبه اشتراها من السوق، وبيقولوا لو كنت عايزها خدها، بس لوبا بيرفض وبيديها له. بيحاول ارس انه يقيم قدرته بس بتبقى فيه مشكله في عينه. بيحاول للمره الثانيه وبالفعل بينجح على طول، وبتكون مهارته اتطورت جدا، وبتظهر له معلومات اكتر عن الشخص اللي قدامه، وبيعرف ان لوبا يبقى الابن الاكبر، وبيعرف كمان تاريخ ميلاده وشخصيته وحالته الاجتماعيه، وبيستغرب لما بيعرف انه متجوز، وبيقول لنفسه لو تقييمي ما بيكدبش يبقى المفروض في واحده في الحصن ده، بس مفيش اي اثر يقول ان في واحده ساكنه في المكان. وبيقول لهم لوبا يستنوا في الاوضه دي على ما يجهز غرفه الاجتماعات. بيدخلوا لجوه وبيسالوا رين اذا كان عارف شخصيه لوبا، فبيقول له ارس ايوه وعرفت حاجات تانية كمان. وبيبص بعينه وبيلاقي لعب اطفال، وبيبدا يحلل الموقف كله في دماغه، وان ازاي هو متجوز وفي لعب اطفال ومفيش اي اثر لواحده او طفل في المكان. بيدخلوا لقاعه الاجتماعات وبيقولوا لوبا مش هيقبل باي حاجه تضعف من موقفهم. فبيقول له ارس مفيش اي حاجه هتضعف موقفك، بس قول لي مراتك عامله ايه في قلعه رولتو، وابنك كمان اللي هيتولد قريب، الا قول لي صحيح هو هيتولد امتى. بيتعصب لوبا وبيرفع الجنود الاسلحه على ارس. بيحاول رين ينقذه بس بيبقى متحاصر من كل ناحيه. بيقول له ارس انت اكيد ما جبتناش هنا عشان تخلص علينا، انا استغربت الموضوع مش اكتر، انت متجوز بس مفيش اي اثر يدل ان في واحده ساكنه في الحصن ده، وده معناه انها محبوسه كرهينه. فبتقول له ميري اكيد عشان يدافع
وبيدافع عن الحصن ده بكل قوته حتى لو اضطر انه يخسر حياته في مقابل انه يحافظ على حياه مراته وابنه. وبيقول له ارس ان معلوماتنا بتقول ان مفيش اي جندي واحد من قلعه رولتو موجود هنا، وكلفوك تحمي الحصن ده بنفسك، وده معناه انهم اتخلوا عنكم. وبتقول له ميري انتوا مش مضطرين تخدموا الاشكال دي، بس بتعملوا كده عشان الرهائن اللي عندهم. وبيقول له ارس انت استدرجتني لهنا عشان تخلص عليا وتثبت لهم انك انجزت حاجه، وانت عارف ان قواتنا هيدمروا الحصن ويخلصوا على جنودك، بس تبقى ضمنت ان مراتك وابنك هيفضلوا عايشين. فبيقول له رين طب ليه هم ما خلصوش علينا على طول؟ فبيقول له ارس عشان هو محتار، لو خانهم هيخلصوا على مراته على طول، ولو خلص علينا هيموت هنا من غير ما يشوف ابنه، وده السبب اللي خلاه متردد، مش كده ولا ايه؟ فبيقول له لوب انا عارف كل اللي انت قلته ده، وعارف كمان انهم يتخلوا عني وان احنا هنموت في المعركه دي، بس انا نفسي اشيل ابني واحضنه، كان نفسي احس باللحظه دي ولو مره واحده. فبيقول له ارس انا سمعت ان اللورد كوران طلب منك انك تخدمه، وعشان كده انا هقتحم قلعه رولت وانقذ مراتك وابنك، ولو فشلت هخليك تخلص عليا، بس لو قدرت انجح هتنضم لصفنا. بيبقى محتار بس بيضطروا انه يوافق. بعد كده بيرجعوا للقصر بتاعهم وبيهنيهم لومير عشان يقدروا يقنعوا لوبا انه ينضم لهم. وبيقول له ارس انهم لازم يوفوا بوعدهم الاول عشان لو عرفوا انه استسلم او خانهم هيقتلوها على طول. فبيقول له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لهم مش هنعمل حاجه، هنقعد نفكر سوا في خطه عشان ننقذها. بيتعصب رين عليه وبيقول له يعني بعد كل ده ما عندكش خطه؟ بس فجاه بيلاقي واحد داخل وشايل فوق كتفه 3 4 جنود، واللي بيبقى اسمه كلاب. بيستخدم ارس قوته وبيقيم مهاراته، وبيكتشف ان عنده قدره كبيره جدا وانه مقاتل من الرتبه اس، وده يبقى قائد فرقه متراو، ودي مجموعه قتله مأجورين ما فشلوش في اتمام اي مهمه قبل كده. وبيسال كلام لومير الطفل ده يبقى مين؟ فبيقول له ارس ان هو حاكم منطقه لامبر ومبسوط عشان هو انضم لصفهم. فبيقول له كلام ما تقولش كده، بس انا ما انضمتش لصفكم ولا حاجه، انا باكل عيش وبشتغل عند اللي بيدفع اكتر. بيتعصب رين من كلامه وبيقول له انت ازاي تتكلم مع رئيسي بالطريقه دي؟ بيهديه ارس وبيقول لكلام ان ده رين اللي صوته مسمع في كل حته. فبيقول له كلام على نفسه احنا بنعرض حياتنا كل يوم للخطر، وبيبقى بيننا وبين الموت خطوه واحده، وعشان كده لازم نأمن مستقبلنا، وطول ما انتم بتدفعوا هنفضل في صفكم. فبيهديهم لوير وبيقول لهم نخش في الموضوع على طول، احنا متجمعين النهارده عشان نحط خطه ننقذ بيها الرهائن اللي محجوزين في قلعه رولتو. فبيقول لهم ارس ان احنا ممكن نطلب من فام ومجموعته انهم ينقذوا الرهائن دي. بتقول له مير ان القلعه دي فيها اكتر من 10000 جندي، ولو قدروا يدخلوا مش هيعرفوا يخرجوا بالرهائن، عشان كده لازم نبعد الجنود عن القلعه. وبيقول لهم روسيل ان عنده الخطه المناسبه، وهي انهم يستدرجوا الجنود بال 5000 جندي اللي قالوا عليهم ويروحوا للغابه، وبعد كده ينضم لهم ال 5000 جندي التانيين، وبالسحر اللي معاهم هيقدروا يخلصوا عليهم. وفي الوقت ده هتكون القلعه فاضيه وتقدر فام وفرقتها انهم ينقذوا الرهائن، وبكده هيبقوا ضربوا عصفورين بحجر واحد. بتوصل الاخبار لقلعه رولتو، واللي بيكون جان هو رئيسها، وبيعرفوا احد الجنود ان الجيش محاصر القلعه وان لوبا رفض التفاوض معاهم. فبيقول له ان الشتاء خلاص على الابواب، ولو فضلوا كده هنفوز بكل سهوله. بس فجاه بتوصل رساله من لوبا، واللي بيعرفوا فيها ان الجنود محاصرين القلعه ومعاهم ساحره قويه كمان، وفي 5000 جندي متجهين عشان يهاجموا قلعتهم. فبيطلب منهم جان انهم يحللوا الخط ده ويتاكدوا اذا كان لوبا هو اللي كتب الرساله ولا لا، وبيعرفهم انهم هيقتلوا الجنود دول، وبيدي المساعد بتاعه امر بتولي المهمه دي، وبيكون المساعد بتاعه اسمه دان. بيروح ارس بعد كده يقابل لوبا، وبيعرفوا انه هيعمل كل اللي اتفقوا عليه، وقال لرؤساء القلاع التانيه انهم ما يتدخلوش، وبيطلب من ارس انه يروح معاهم. فبيقول له ارس ما ينفعش عشان لو شاركت معانا هيعرفوا انك خنتهم، وفي الوقت ده هيخلصوا عليك انت ومراتك. وبيقول له لو لقيتنا خسرانين في المعركه دي فحارب ضدنا كجزء من قوات فال، لكن لو لقيتنا منتصرين يبقى ساعتها انضم لنا. وبيوعدوا انه هيرجع له مراته. بيجي يوم المعركه وبيستعد الجيشين عشان يواجهوا بعض، وبيديهم ارس امر بالهجوم، وبالفعل بيبداوا الهجوم على طول، وبتستخدم شارلوت سحرها، لكن بيقدر داني انه يتفادى الهجمه، وبتكون احصائياته هو والفرسان كلهم عاليه واقوى من الجنود اللي معاهم. بيدخل جندي في الوقت ده وبيقول للراين انه لازم ينقلهم عشان يبقوا في امان، بس بتدخل فام وبتخبطه على دماغه، وبتقول للراين ان عندها مهمه انها ترجعها لعيلتهم. بيكون الجنود في الوقت ده نازلين طحن في بعض، وبيبداوا الخطه بتاعتهم، وبيدي امر للجنود انهم ينسحبوا، وبيعرف جان ان دي خدعه، فبينضم للجنود وبيدي امر لدان انه يفرقهم. وبنعرف ان دان وجان كانوا مرعبين من وهم صغيرين، لدرجه ان جان خلص على ابوه قدم راسه هديه للحاكم مثال، وبعد كده اترقى وبقى حاكم للمنطقه. نرجع بقى للواقع، وبيقدر دان انه يفرق الجيش بتاعهم، وبيروح جان يخلص على عدد كبير من الجنود، وبتقول شارلوت ليرين انه يروح ويحمي ارس، وهي هتحمي ظهرهم من ورا، لكن للاسف بيموت عدد كبير من الجنود. وبيقول له لومير يطلب مساعده كلاب، لكن ارس بيرفض وبيقول له ان الجنود عندهم امل فيه وهو مش هيغسلهم ابدا، ولازم يكمل الخطه زي ما هي. وبيكون العدو اختفى ومالوش اي اثر، بس فجاه بيظهر دم من فوقهم وبيكون هيخلص على ارس، لكن رين بيلحقوا في اللحظه الاخيره، وبيقدر انه يجرح دم في ايده، وبيكونوا خلاص هيوصلوا للغابه، لكن بيلاقوا قوات العدو مقابلهم في وشهم. وبيقول ارس ان دي خلاص النهايه، بس انت فاكر ان ده ممكن يحصل يا صديقي؟ لا والله، بيعدي من جنبه وما بيعملوش اي حاجه، لا ده كمان بينضم لهم وبيطلع ان ده لوبا وجنوده يا صديقي. وبيعرف دان ان لوبا خانه، فبيقرر انه يرجع ويوحد الصفوف بتاعه جنوده، بس قبل ما بيرجع بيرمي سهم
بتاعهم وبيقدر انه يصيب لوبا. بيروحوا يجروا عليه وبيقول لهم ان ده مجرد جرح سطحي ومفيش اي حاجه. بيسالوا ارس هو ليه انضم لهم دلوقتي، فبيقول له انه كان قاعد وحاسس ان ملوش اي لازمه وحد تاني بينقذ مراته وابنه، عشان كده قرر انه ينضم لهم. وبيقول لهم ده ان يستخدموا سحر الصوت ويعرفوا الجنود ان لوبا خانهم ويخلصوا على كل الرهائن. في الوقت ده بتكون فان بتهرب الرهائن وبيعرف الجنود اللي في القلعه ان لوبا خانهم ولازم يلاقوا الرهائن ويخلصوا عليهم. وبيبدا الجنود يدوروا عليهم في كل مكان وما بيكونوش لاقيينهم. وبتكون فان ومرات لوبا لسه مستخبيين بس بتكون خلاص في مرحله الولاده ومش قادره تمسك نفسها. وبيكون في جندي خلاص هيكتشف مكانهم بس بيجي واحد تاني وبيعرفوا ان الرهائن هربوا من بوابه القلعه ولازم يلاقوهم ويخلصوا عليهم. وبعد ما الجنود بتمشي بيطلعوا من مكانهم وبتوعدها فاهم انها هترجعها لعيلتها. في الناحيه التانيه بيبقى ارس قدر انه يوصل للغابه وبيبقى خايف للعدو يروح وراهم، فبيقول له رين اكيد هم مش مجانين عشان يجوا ورانا. بس روسيل بيقطع كلامه وبيقول انهم اكيد هيجوا عشان الخطه اللي انا عملتها انا وميري لسه هتبدا دلوقتي. وبيقرر جان في الوقت ده انه يرجع للقلعه عشان عارف ان كل اللي بيعملوه ده فخ مش اكتر، لكن في جنود بتعصي اوامره وبيتجهوا للغابه عشان يخلصوا عليهم. وده بيحفز الجنود اللي معاهم وبيخليهم يروحوا معاهم كمان، بس ده ما بيهزوش وبيقرر انه يرجع. لكن ده بيبقى عنده راي تاني وبيبقى عايز يجيب راس الزعيم بنفسه، وده بيخلي جان يتحرك وراهم كمان. وبيبقى الجنود اللي اتحركوا في الاول من جيش ارس بقياده ميري يا صديقي، وبتبقى دي الخطه اللي هم حطوها، وهي ان ميري والجنود التانيين يسرقوا دروع الجنود اللي ماتوا ويمثلوا انهم من جيش العدو، وده هيحفز جيش العدو انه يشارك في المعركه دي. بيوصلوا وبيقولوا لكلام ان هم هيشاركوا معاه بس بيقول لهم كفايه لحد كده، انتوا خاطرتم بما فيه الكفايه ودلوقتي جه دوري. بتوصل قوات العدو وبيقعوا في الافخاخ اللي ارس نصبها لهم، وبينزل كلام وفرقته ضرب في جيش جان وبيكسروا عظمهم واحد واحد وما بيسيبوش منهم ولا واحد عايش. واول ما جيش العدو بيعرف انهم فرقه المرتزقه بيترحبوا على طول وبيقرروا انهم ينسحبوا. بس على مين يا صديقي؟ ما بيسيبوش حد يطلع من الغابه. بيروح دان في الوقت ده عشان يخلص على ارس، لكن رين بيقدر يجرح الحصان بتاعه ويوقعه على الارض، وبينزلوا بعد كده طحن في بعض وبيستدرجوا رين لحد ما السلاح بتاعه بيغرس في الشجره، وبيروح بعد كده يديله ضربه في صدره بتخلص عليه. جامد يا ابني والله. بيوصل جان في الوقت ده هو والجيش بتاعه وبيتعصب اول ما بيلاقي دم مقيد بالسلاسل وبيروح عشان يهجم عليهم، لكن كلام بيصد الهجمه بتاعته بكل سهوله يا صديقي. ده مش كده وبس، ده بيوقعه على الارض وبيغمى عليه من ضربه واحده وبيقول لهم ايها الخنافس هل من منافس، وبيقدروا انهم يقبضوا على اعضاء الجيش كلهم وبيهنيهم بعد كده ارس على فوزهم في المعركه. بس ده ما بيقدرش يتحمل الكلام ده وبيفك نفسه وبياخد الخنجر وبيكون هيخلص على نفسه، لكن جان بيلحقه في اللحظه الاخيره وبيقول له سيبني اخلص على نفسي، انا ما قدرتش اسيبك تيجي هنا لوحدك ومش هقدر اشوفك بتموت قدامي عشان انت الصديق الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا دي ومش مستعد اخسرك يا صاحبي. وبعد كده بيروح ارس يشكر لوبا على مساعدته وان لولا كان زمانهم في اعداد الموتى. بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقي لوبا واقع على الارض وبيكون نزف دم كتير، وبيقول لارس انا حلم حياتي اني كنت اعيش بسلام مع مراته وابني بعيد عن الحروب دي، وشريط حياته بيعدي من قدامه وانه ما كانش عايز حاجه في العالم دي غير السلام، وبيبقى خلاص بيفارق الحياه. بس اول ما مراته بتلمسه بيقوم على طول ولا كانه واخد سهم في جنبه. انا حاسس ان احنا هنا في فيلم هندي ومش عارف ايه اللي بيحصل ده يا جدعان. بيروحوا بعد كده يدفنوا الجنود اللي ماتوا وبيقول لهم ارس ان دي كانت اشرس معركه هو دخلها وان عدد كبير من الجنود ماتوا عشان يخلصوا الحرب دي، واحنا مش هنسيب دمهم يروح على الفاضي ولازم نخلص الحرب دي وننشر السلام في العالم كله. وبيرجعوا بعد كده للخيم بتاعتهم وبيقعد ارس يكتب رسائل لاهالي الجنود اللي ماتوا وبيقول لهم فيها على شجاعه عيالهم وعلى المجهود اللي قدموه عشان يخلصوا الحرب دي، بس ما بيقدرش يمسك دموعه وبيبقى حاسس انه ضعيف وما قدرش يحميهم. بس رين بيقول له ان هو اقوى شخص شافه لحد دلوقتي وابوه لو شافه كان هيبقى مبسوط بيه وهيحقق اللي بيحلم بيه في يوم من الايام. وبيستولوا بعد كده على قلعه رولتو وبيدي ارس امر الفام انها تبلغ قران بالانتصار اللي هم عملوه. بتقول له مفيش مشكله طالما هتدفع يبقى ما عنديش اي مانع، وبتتحرك بالفعل هي واعضاء فرقتها. بس فجاه بيلاقوا المخيمات والعه قدامهم وبيكون العدو اشعل النيران عشان يخلص المخزون السحري بتاعه، وبتقرر فام انها تبلغ ارس باللي حصل. وبيبقى اللي عمل كل ده هو توماس اخو ميري، وبيبقى عامل كده عشان يخلص المخزون السحري عشان هو عارف ان السحر بيقلب الموازين، وبتبقى خطته انه يعطلهم ويدي نفسه شويه وقت يجهز جيشه ويجي فصل الشتاء كمان. وبيكون الهدف التاني بتاعه هو قران وعايز يخلص عليه عشان يضعف من عزيمه الجيش بتاعه. بيوصل الخبر لارض وبيقول لهم روسيل ان هم كده بيمطلوا عشان عايزين يكسبوا وقت مش اكتر، وبيعرفوا كمان ان في مجموعه سحرة متجهين الجبل اللي قران متمركز عنده. وبتقول لهم ميري عارفه اخوها بيفكر ازاي واكيد الهدف التاني هيبقى اللورد قران، وبيبعت رساله لفام انها تروح وتنقذ قران من هناك. وبتقول لهم ميري ان المكان اللي هم فيه بعيد عن الجيش قران، بس مفيش مشكله انهم يستخدموا السحر عشان يعملوا حاجه تانية وهي انهم مثلا يعملوا تعويذه المطر ويحولوا الارض اللي حواليهم لطين، وده هيبدا حركتهم ومش هيخليهم يعرفوا يهربوا. وبالفعل بيبداوا الهجوم على معسكر قران وبيبقى توماس هو اللي متولي المهمه دي وبيروح يهجم على قران على طول، بس بيقدر قران يصد كل هجماته
وبيجرحوا كمان في رجله. بتوصل فام في الوقت ده وبتستخدم تعويذه الظل وبتحجب الرؤيه كمان وبتاخد قران وراها وبتعرفوا ان ارس هو اللي بعتها لينا عشان تنقذه وبتاخده وبتطلع بيه من وسط الجنود وبتسلمه لواحد تاني وبتقول لهم انها هتبطئ حركتهم شويه وبترجع لهم وبتستخدم معاهم تعويذه الظل مره تانيه وبتخلص على الجنود بتوعه وبتروح عشان تخلص عليه هو كمان. بس هو بيكون اقوى منها وبيقدر انه يجرحها وبيقرر ينسحب بعد ما قران هرب. وتاني يوم بيقرر قران انه يهجم على القلعه بتاعتهم ويخلص عليهم كلهم. وبعد كده بيروح يشكر فام وبيديها مكافاه وبيعرض عليها انها تنضم للحراسه الشخصيه بتاعته. بس هي بترفض وبتقول له مش انت اللي اجرتنا، ارس هو اللي عمل كده وهو كمان اللي هيكافئنا. فبيقول لها تمام مفيش اي مشكله وبيقول لها تشكر ارس عشان هو انقذ حياته. بيرجعوا لارس وبيشكرهم على اللي هم عملوه وبيقول لهم ان قران قال انكم هتطلبوا تعويض كبير اكتر من اللي هو كان هيقدمه. فبتضحك عليه وبتقول له ده كده كده وبتعرض عليه انها تبقى من احد اتباعه. بيتصدم الكل من كلامها فبتقول لهم انها دايما بتراهن على الكسبان وانها متاكده انه هيبقى اقوى واحد في المنطقه كلها. بيوافق ارس على طول وبيوافق اعضاء الفرقه كمان انهم يبقوا من اتباعه وبيقسموا له بالولاء بعد كده. وتاني يوم بيتجهوا للقلعه الرئيسيه وبيبداوا الخطه اللي هم حاطينها وهي ان جيش قران المكون من 50,000 جندي هيحاصر القلعه وارس وجيشه هيهاجموا من البوابه الشماليه. وبتبدا جنود القلعه يهجموا بالاسهم الناريه بس شارلوت وريم بيصدوا كل الهجمات يا صديقي. ده مش كده وبس، ده بترد الهجمات كمان عليهم وبتقدر انها تخترق الحصن بتاعهم وبيبداوا كلهم بالهجوم وبيدخلوا القلعه وبيروحوا كمان يفتحوا البوابات الجنوبيه. وبيقدر قران والجيش بتاعه انهم يدخلوا لجوه وبيهزموا كل الجنود اللي موجودين جوه القلعه. وبيقرر زعيمهم انه يستسلم بس الواد ده بيبقى عنده راي تاني، بينط من فوق وبيقول لهم مش هتهزمونا الا ما تخلصوا عليا. وده بيبقى اسمه جو يا صديقي وبيرفض انه يستسلم وبيقدر يهزم مجموعه من الجنود. وبيروح بعد كده يواجه رين، بيصد رين كل الهجمات بتاعته وبيكون هيوقعه على الارض ويخلص عليه. بس جو بيقدر يصد الهجمه وبيقول له انا ما واجهتش شخص قوي كده من زمان، اخيرا لقيت حد في قوتي. بس رين بيقول له ان ده اكتر قتال ممل هو دخله. الواد اول ما بيسمع الكلام بيتعصب وبيروح يهجم عليه بكل قوته بس رين بيوقعه على الارض بكل سهوله وبيفضل يضرب فيه من كل حته تحس انه بيدربه مش بيقاتله. وبيطلب منه الواد على طول انه يدربه. بيستخدم ارس قوته وبيقدر يقيم قدراته وبيكتشف ان عنده موهبه عاليه وبيوافق على طول انه ينضم لهم وبيعطلوا كل الافخاخ اللي في القلعه. وبكده يبقوا انتصروا في معركتهم وبيشكروا قران على كل اللي هو عمله وبيستدعيه بعد كده عشان بيكون عايز يتكلم معاه. واول ما ارس بيدخل بيساله قران وبيقول له انت هتبقى مين بالظبط. بيتصدم ارس اول ما بيسمع السؤال وبيقول في نفسه اكيد هو حاسس ان انا بستهدف العرش بتاعه او حاسس ان انا مش من العالم ده. فبيقول له انا سيد منطقه صغيره اتولدت في العالم ده بقدراتي دي وقررت استخدمها عشان اعمل مكان اخلي شعبي يعيشوا فيه بسلام. فبيقول له قران ريحت بالي وبال اتباعي كمان عشان عندهم شكوك انك ممكن تستهدف العرش بتاعي وان هو معتمد عليه الفتره اللي جايه. بيطلع لبره بعد ما كان هيعملها على نفسه وبيقول له انه لازم ياخد حذره الايام اللي جايه. بس شارلوت بتقطع حبل افكاره وبتحدفه الكره تلجيها في وشه وبيبداوا كلهم يلعبوا بالتلج وبتترفع الروح المعنويه عند الجنود وبيبقى الكل في منتهى السعاده. بس توماس بيبقى عكسهم خالص وبيبقى زعلان ان ميري قدرت تكتشف كل خططه. وبيوصل كمان اللورد فاس في الوقت ده بيعتذر له توماس عن كل المعارك اللي هو خسرها. فبيقول له فاس انا عارف ان ميري انضمت لهم وده بيفسر الخساره اللي احنا عمالين نتعرض لها وانا عارف انك وافي زي ابوك. وبيقول له كمان انه معتمد عليه الفتره اللي جايه ولازم يكسبوا الحرب دي. بيقعد بعد كده قران وارس وبيحطوا الخطه اللي هيهجموا بيها على القلعه اللي جايه. بس قبل ما يكملوا كلامهم بيلاقوا مرسوم من القلعه دي وبيكون جاي عشان يطلب هدنه. فبيقول له قران رئيسك عارف انه هيخسر في الحرب دي عشان كده بعتك يطلب هدنه. بيقول له بالعكس احنا اخترعنا سلاح جديد قادر انه يدمر مدينه كلها في ضربه واحده بس احنا مش راضيين نستخدمه عشان مش عايزين نخلص على اخواتنا لكن لو فضلتوا مصرين على الهجوم فهنضطر نستخدمه. فبيقول له قران انه عايز شويه وقت عشان يفكر. بيتجمعوا سوا بتقول لهم ميري ان دي اكيد مجرد خدعه وكلهم بيوافقوها الراي بس روسيل عنده راي تاني وبيقول لهم اكيد هم عارفين ان احنا مش هنوافق على حاجه زي دي وتوماس كمان في صفهم فاكيد عندهم هدف تاني. وبيطلب من ميري تقول له اكتر عن علاقتها هي واخوها وازاي بقوا خبراء استراتيجيين وبنعرف ان ابوهم اتهم بالخيانه قبل كده وقرروا انهم يعدموه لكنه طلب منهم انهم يسيبوا عياله ويمشوا او يعدموهم هما الاثنين عشان هم اذكياء بالفطره ولو تم طردهم من الاقليم وراحوا اقليم تاني هيبقوا خطر بالنسبه لاقليم ميسان لكنهم بيرفضوا طلبهم وبيرموهم بره القصر. فبيقرروا من اليوم ده انهم يكملوا مكان ابوهم ويبقوا خبراء استراتيجيين. نرجع بقى للواقع وبتقول لهم ميري دي كانت كل حاجه بينا وبتسيبهم بعد كده وبتمشي وبيقرروا انهم يحطوا خطه عشان يهجموا بيها. بس بيوصل واحد من الكشافه وبيقول لهم انهم شافوا سلاح كبير في المدينه وده بيسبب الرعب بينهم. فبتقول لهم ميري ان دي اكيد مجرد خدعه وان ده مجسم مش اكتر عشان يكسبوا بيه وقت. فبيقرر ارس انه يبعت فام عشان يتاكد وبالفعل بتروح وبتقول لهم ان الجهاز ده مزيف. فبيقول لهم روسيل كسب الوقت ده مش في صفهم عشان مش هيقدروا يطلبوا تعزيزات في الوقت
الوقت القصير ده واحنا هنقدر نوحد صفوفنا وده هيشكل خطر بالنسبه لهم. فبيقول لهم قران كل ده مش مهم، استعدوا عشان احنا هنهجم عليهم. بس ارس بيوقفهم وبيقول لهم انا حسيت بالموضوع ده قبل كده في المعركه الاختياريه. ميري بعتت واحد من الجنود عشان يقول معلومه مزيفه وده خلى الطرف التاني يبدا بالهجوم وده نفس اللي هم عملوه. وبيقول لهم روسيل ان احسن مكان يحاصرونا فيه هو الغابه. فبيقرر قران انهم هيحاصروهم ويخلصوا عليهم. وبتبقى ميري فاكره انها انتصرت في المعركه دي بس الواضح ان توماس هو اللي هينتصر يا صديقي. وبيكون حاطط اجهزه سحريه بتنفجر لما بتلمس النار وده هيخليهم اول ما يهجموا الاجهزه دي تنفجر من كل مكان. وبيقول لهم على الخطه اللي هو عاملها وهي ان قوات العدو اكبر من قوتهم بكتير وهو عامل الاجهزه دي عشان يشتت صفوفهم وهيدخلوا وسطهم ويخلصوا على اكبر عدد منهم. وبيقول لهم ان المعركه اللي جايه دي معركه حياه او موت واللي مش مستعد يبقى في صفي يمشي قبل ما اضير وشي عشان انا بصفي. وبيبقى بيعمل كل ده عشان يرد كرامه ابوه ويثبت ان تم اعدام وظلم. لكن لما بيلف وشه ما بيلاقيش حد منهم مشى وبيقرروا انهم يساعدوه في المعركه دي كمان. وتاني يوم بيتجه قران وجيشه للغابه وبيستعدوا كمان للهجوم. وبتبدا شارلوت والسحرة اللي معاها يستعدوا عشان يهجموا على الغابه بس روسيل بيبقى حاسس ان في حاجه غلط. في الوقت ده بيبقى توماس والجيش بتاعه مستعدين عشان يبداوا الهجوم وبيبقوا ناصبين الفخاخ في كل مكان. بياخد السحرة اماكنهم وبيبقوا مستنيين الامر من قران وقبل ما يديهم امر بالهجوم بيوقفهم روسيل. وبيبقى توماس مستغرب هم ازاي لسه ما هجموش لحد دلوقتي بس بيلاقي هجمه سحريه طايره من فوق ونازله عليهم وبيلاقي السهام بتضربهم من كل مكان وبيقع عدد كبير من الجنود وبيضربوا فيهم من كل مكان. وبيديهم قران امر انهم يقتلوا كل الجنود ويحافظوا على توماس عايش. واول ما بيشوفه بيروح عشان يهجم عليه بيستخدم ارس قوته وبيقيم كل قدراته وبيطلق لومير السهام عليه وبيقدروا انهم يصيبوه بس ده ما بيوقفوش يا صديقي. وبيروح عشان يخلص على قران فبيدي لومير امر الارس انه يتولى المهمه دي ويحمي قران. وبيروح توماس عشان يهجم عليه فبيطلع ارس سيفه عشان يصد الهجمه وبيكون توماس هيخلص عليه بس رين بيلحقه في الثانيه الاخيره وبيطير من فوق توماس وبيقدر يجرحه ويوقعه على الارض. وبيروح الجنود عشان يقيدوه بس بيزقهم وبيقوم وبيبص حواليه وبيلاقي جنوده مهزومين في كل مكان. وبتوصل ميري في اللحظه دي وبتقول له عاش من شافك اخويا بس هو كل اللي بيكون همه انه خسر قدامها وبيطلب منها تخلص عليه عشان قدرت تكتشف خطته. فبتقول له بس مش انا اللي عملت كده، اللي عمل كده هو الروسيل. وبتقعد تهزقه على فشله. بيستخدم ارس قوته الجديده وبيعرف انها ما بتقولش الحقيقه وبيطلب منها تقول مشاعرها الحقيقيه فبتعترف بفشلها وانه في المره دي كان هيهزمها. وبيروح له بعد كده قران وبيعرض عليه ينضم له بس توماس بيقول له انه اقسم بالولاء اللي فات ومش هيقدر يخونه. فبيقول له قران تمام وبيطلب من الجنود ياخدوه للزنزانه. وبيروح بعد كده ارس يشكر روسيل على اللي هو عمله وان لولا كان زمانهم في اعداد الموتى. وبعد كده بتعلن القلعه استسلامها وبيوصل خبر الهزيمه الفات. وفي اليوم التاني بيجمعهم قران وبيعرفهم الانتصارات اللي هم عملوها وبيعين لومير قائد لمنطقه من المناطق اللي استولوا عليها وبيعين لوبا على المنطقه التانيه وبكده تبقى المنطقه اللي كان لومير بيحكمها فاضيه. فبيقرر انه يعين ارس رئيس للاقليم بتاعه. يا حلاوه الواد اول ما بيسمع الكلام بيتصدم على طول بس رؤساء الاقاليم التانيه بيكونوا رافضين لكن بيتدخل اللورد كورال واللورد هامون وبيدافعوا عنه هو وكل الناس اللي هو ساعدهم وبتزقه شارلوت عشان يقبل المكان الجديد. وبالفعل بيوافق ارس انه يتولى قياده الاقليم وبيحتفلوا كلهم بيه وبيرجعوا كلهم لمدينه لامبرج عشان يستعدوا للحمله الجديده. وبيوصل القريه وبيرحب بيه كل افرادها وبيبقوا فرحانين انه رجع لهم بالسلامه وبيعتذر كمان لعائلات الجنود اللي ماتوا. واول ما ليشا بتشوفه بتحاول تمسك نفسها وما تتصرفش بتهور عشان هي قدام الناس وكده يعني بس زي ما احنا عارفين البنات دماغهم صغيره وبتعمل كانسليشن للبرستيج بتاعها وبتروح تجري عليه وبتحضنه على طول. وبيقرروا بعد كده يعملوا حفله زفافهم اللي هم اجلوها وبتبقى حاجه جمال الجمال والله يا جدعان. ولحد كده بيخلص الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك ما تنساش اللايك الجامد وما تنساش كمان تشترك في القناه يا حامد وقولوا لي في الكومنتات لو النوعيه دي عجبتكم عشان اكمل فيها. ودلوقتي اقدر اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في حفظ الله.